فيريرا اول ما جه قال لنا كلمه احنا اتصدمنا، فخدوا كلمه ايه؟ مش متابع. ركبوها على ايه؟ مشيت. رحت مع كابتن طارق بقى فين سموحه، اول ماتش خسر 4-0 ومشي. معايا اخويا وحبيبي نجم نادي الزمالك الحاسم، رجل المباريات الصعبة. يعني اللي كنا بنستمتع بيه، انا مشهدت فيه مجروحة، لكن هو اخويا وحبيبي ومنورني النهاردة وقاعد معايا. منور الدنيا يا حاسم. حبيبي يا ابو حميد، وحشتني يا دوله. والله وانت حبيبي وحشني. اخبارك يا حبيبي؟ طمنا زي عليك. الفل يا حبيب قلبي. الف مبروك يا حبيبي التوقيع الجديد بتاعك في الدوري الليبي. جدع، ما تقولش اسماء. وان شاء الله لا ما قلتش اسماء. ما قلتش اسماء، بس الناس عايزة تعرف على فكرة. عادي، ما خلينا احنا ليبيا وخلاص. ان شاء الله حبيبي، ربنا يكرمك، وان شاء الله انت لعيب كبير واسم يا كبير حبيبي. جدا. و... ويمكن انا كنت محترف في الدوري الليبي بقالي سنتين. وعايز اعرف الناس واقول للناس في ليبيا ان باسم مرسي هيكون اضافه كبيره جدا للدوري الليبي. شب حبيبي، ربنا والله العظيم يا يخليك. حبيبي. والله يا ابو حميد، احنا ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه مع الفريق اللي احنا ان شاء الله نتواجد فيه. ان شاء الله الدوري الليبي دوري كويس. انت بتشكر لي فيه على طول في ليبيا، والدوري كويس وصعب برضه، مش سهل. لا الدوري صعب جدا في ليبيا، الفرقه والدوري كلها تنافسيه كويسه. بالظبط الفرق تنافسيه كويسه. واللي بيعجبني برضو في ليبيا ان كل نادي ليه جمهور، مش زي هنا في مصر الدوري قلب على شركات بطريقه صعبه جدا، يعني فاهم ما قصدي؟ هو الدوري عندنا برضه كويس، بس يعني معظمه فعلا دوري شركات. شركات. ما انا بقول لك الدوري يعتبر شركات هو هنا في الفرق مصر. الكبيره طبعا، الفرق الجماهيريه طبعا. بص، احسن ماتشات في الدنيا تعملها مم. مع الفرق الجماهيريه. بالظبط مشكله وهي دي الماتشات اللي بتعلم مع الناس. طبعا. يعني انت يمكن يا باسم اكتر ناس بتفتكر اهدافك في الاهلي. طبعا صح، طبعا صح. الاهلي، الاتحاد المصري، بالظبط. الفرقه الاسماعيلي، الفرقه الجماهيريه دايما ليها طعم كده، الجون فيها فاهم، الها بتاعت الجمهور دي صح فاهم. صح. لا الهوا بتاعت الجمهور دي انت هتلاقيها في ليبيا كتير، لان احنا مفتقدينها هنا طبعا في مصر بقالنا فتره كبيره. فالدوري الليبي قبل ما اخدك في حاجه تانية، الدوري الليبي هتستمتع هناك بالاجواء. الناس هناك محترمه جدا. الانديه الجماهيريه هتستمتع بالملاعب بتاعتها، انا مش وهتستمتع هتكلم. ليه؟ انت تقعد تتكلم وبتقعد تتكلم انا اهو، انت دلوقتي مذيع، ماشي انا الضيف، ماشي. تديني ما فرصتي. انا مديك والله. لا والله بس بس اقول بجد لك حاجه، انا بحاول اقول لايق لك. عليك، لايق عليك انك تبقى لا مذيع. يا عم انا مش مذيع ولا حاجه. وربنا انت وربنا لايق. ايوه، احنا قاعدين احنا جينا مع بعض، فاحنا اه بنعرف الناس اللي احنا ايه. دي قعدتنا دايما بنتكلم في ايوه الكوره، بنتكلم في حاجات بالظبط مهمه فاهم بالظبط. كده يعني. بس انت لايق عليك، شيك. بجد والله طبعا يعني انفعك مين احسن وعامل منك؟ استشوار. المهم يا حبيبي، قبل ما اطلع من حته الدوري الليبي دي، طموحك ايه في ليبيا؟ طموحك اللي انت رايح تعمله هناك. والله يا احمد، انا عايز اعمل حاجه مختلفه عن اللي عملتها في مصر. يعني امم الحمد لله انا بقالي سنين طويله قوي بلعب في الدوري المصري. الحمد لله الحمد لله، حققت حاجات كويسه، وخدت بطولات كويسه، وحققت ارقام جامده جدا. طبعا. ففي الدوري الليبي عايز اعمل حاجه كويسه مع الفرقه ان شاء الله اللي انا ابقى متواجد فيها. انافس على هداف الدوري، اخد هداف الدوري. ان شاء الله نروح فرقه برضو كويسه فاهم، نعمل حاجه مع الفرقه اللي احنا رايحين لها. عايز اعمل حاجه كويسه، اعمل حاجه مختلفه يعني فاهم. انا ما طلعتش بره مصر كتير، انا طلعت كده تجربه صغيره في اليونان. امم آم، كانت كويسه برضو بالنسبه لي، مش واحد سنه ما طولتش يعني، للظروف بقى فاهم. كنت انا صغير وسفر جيش وكده وحاجات كده يعني، ما اعرفش اسافر تاني. امم بس انا يعني متحمس جدا للخطوه دي، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه باذن الله. ربنا حبيبي يوفقك وانا عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان انت ان شاء الله تكسر الدنيا في ليبيا ان باذن شاء الله. الله. والله يا احمد، انا عايز اقول لك حاجه، انا بقالي سنتين كده في مصر، عارف اللي هو ايه. بحاول ابذل اقصى جهد عندي، وبعمل مجهود جامد جدا جدا. بس انت عارف برضو فرص اللعب بتيجي ساعات عليك، الكوره بتديك ظهرها شويه. صح. تبقى انت بتعمل كل حاجه صح 100%، بس انت حتى ما انتش عارف تلعب. امم ما حدش عايز يديك فرص مثلا ايه، انك تلعب ماتشات، في ماتش واثنين وثلاثه واربعه. يعني أنا مثلا ممكن اقول لك بقالي سنه ونص مثلا، فتره الاسماعيلي اخر سنه في الاسماعيلي. يعني اخر ماتشات لعبتها متتاليه كانت معاك في الانتاج الحربي، لحد ما امم اتصبت، خدت حقنتين في ركبتي وفاهم، حصل اللي فاكر حصل لي ده. فاكر جالك خشونه شويه في انت فاهم. دي كانت اخر لعبت 3 ماتشات ورا بعض. جيت لعبت اول ماتش وتاني ماتش وتالت ماتش، دي كانت مثلا لعبتها مثلا من سنتين. وعملت رحت كذا وعملت كذا ماتش جامدين قوي ورا وعملت بعض. ماتشات انا بصراحه الفتره دي فتره كويسه جدا. بس المشكله كنت كل ما اجيب جون اتلغي. والله لا، جبت جون في فعلا. الزمالك اتلغى، صح جبت جون في جون الزمالك في وبتاع. فاركو اتلغى صح فاهم. جون تقريبا في سموحه واتلغى، وانا عملت لك جون بتاع سموحه لو صح انت صح فاكر. فاكره. انت فاهم. سبحان الله، هو الكوره بتبقى توفيق وعدم توفيق هي سبحان الله. وكمان الفرق والدراسه الحربه ده فاهم، لما بتقف معاك يعني
بص تقف معاك ما عنديش مشكله في اللي طول ما انت بتلعب هتجيب. صح. بس انا المشكله اخر سنه في الاسماعيلي ما لعبتش خالص، حتى لعبت ماتش جبت جون. جبت جون. شو فاكره انا. ما لعبتش بعدها 10 طب ليه ماتشات. بقى بس؟ والله بص ظروف بقى فاهم، مم. ظروف بقى. مش عايز اتكلم على فتره الاسماعيلي بصراحه عشان كان في حد متواجد مش معانا دلوقتي، كابتن ابو الله يرحمه. ربنا يرحمه يا رب. فبصراحه فتره انا فاهم يعني مش عايز اتكلم فيها يعني، يلا احتراما حبيبي. بس وتقديرا للكابتن ابو الله يرحمه عشان هو ربنا كان يرحمه، شخص هو كان كويس وانا من الشخصيات بحبه جدا المحترمة وشخصيته طبعا. محترمه. فانا فاهم اعتبر ان انا اللي قصرت في الفتره دي، مش عايز اتكلم اكتر من كده لا، يعني. وانت مش موفق عادي، لا وبتحصل يعني، بالعكس انا كنت بتحصل كتير بص انا يعني. كنت كويس جدا جدا في اخر سنه في الاسماعيلي بالدليل إن لعبت جون، اللي لعبت وجبت جون وكنت كويس جدا، بس بعدها ما لعبتش فاهم. صح. المهم يعني رحت بعدها رحت بعدها طلع الجيش، مم. برضو ما لعبتش. ليه بقى بس؟ والله يا اخويا بتاخد وعود وعود ووعود وانت جامد وانت فشيخ وانت احسن واحد وانت، وفي الاخر ما بتلعبش، وفي الاخر بتلاقي نفسك في شهر واحد فجأة بتمشي. غريبة قوي. غريبة جدا. طب انت بس عايز اقول لك حاجة برضو عشان الناس تشاركنا يعني. انت شايف نجومية باسم مرسي وان انت جيت في وقت من الاوقات نجم مصر الاوحد والمنتخب بيتحط عليك وكل الكلام ده ونجم الزمالك، ويعني كنت رقم واحد في مصر بلا منازع. الحمد لله. ده اثر عليك في الانديه اللي بعد كده اللي رحتها مع طبعا المدربين؟ طبعا. اي مدير فني ما عندوش شخصية قوية بيتأثر. مم. هو بيخاف يقول لك انا هجيبه، طب انا مش هقدر اسيطر عليه، مم. طب هو راجل مش عارف. انا في مدربين يعني ايه مش هقدر انا اسيطر بص عليها؟ انا في تعمل ايه يعني؟ بص انا في مدربين مثلا كان هم يعني مدربين مش معروفين قوي واتمرنت معاهم بدون ذكر اسمائهم يعني، كان يشوفوا الناس تيجي تتفرج بتصور معايا وتقف معايا وتتكلم، هو ما كانش بيلاعبني مثلا، كان ضايق جدا. ليه؟ وعشان الناس واقفه تتصور معايا وبتحبني وكل مكان اروحه اي اوتيل نروحه اي مكان لا ليا ناس، بس انا ما بلعبش. مم. فهو عارف اللي هو ايه بيتضايق. فعلا في ناس في كده. ناس كلامك مظبوط، فعلا انت في ناس عارف كده. لا يعني، لا بس احنا مش عارف. هنذكر اسماء حد لا لا يعني مش فاهم، عايزين نذكر اسماء. بس دي موجوده يعني. مم. بس يعني في مثلا انا مثلا فتره نادي الحرب كنت مع كابتن مختار مثلا محترم جدا. جدا. شخصيه محترمه. وشخصيه لا لا، بص اقول لك حاجه، من الناس اللي انا بحبها جدا الكابتن خد مختار. بالك هو راجل اهلاوي ما انا عارف. انت فاهم وانا زملكاوي، مم. بس هو التعامل بيحبك. بما يرضي اه. الله. هو التعامل مش حب وكره. وكان ساعات بيلعب على محمد رجب، مم. بس هو كان يجي يقول لي انا شايف رجب كويس في الماتش ده، اه. انت الماتش اللي بعده هتلعب. صح. كنت العب. لا غير كده حتى بيعاملك نفسيا، بيتكلم معاك. هو راجل كويس ومدرب كان كبير وعنده شخصيه قويه جدا وعنده ثقه في نفسه. كنت انا بحترم الناس دي يا احمد حتى لو مش لاعبني. صح. خد بالك كابتن مختار انا قعدت معاه لعبت معاه مثلا ايه، لعبت بص بالظبط حوالي 28 ماتش او 25. لعبت معاه كام ماتش بقى؟ اه. حوالي مثلا 13 ماتش اساسي، جبت معاه تقريبا بتاع 10 تجوان في الانتاج. في الانتاج الحربي. ما رقم. لعبتش ملاء. خلي بالك كان بيقسم الماتشات عليا انا ورجب اه. انت فاهم، اه. بس كنتش بزعل. عشان كان واضح. عشان هو بيعاملك كويس. هو كان واضح. مم. انا هلاعبك الماتش ده عشان كذا، مم. هلاعب رجب الماتش ده عشان عشان كذا. كذا. انت فاهم اه. قصدي. يلعبني 3 4 ماتشات يروح مدي رجب ماتش يقول لي ما ينفعش ابعد رجب اكتر من كده، مم. ويروح ملاعب رجب ماتش. مم. بس هو عارف انا عارف ان انا اللعيب الاساسي. يعني انت ارتحت مع كابتن اه مختار؟ دي حقيقة. بص حتى لو انا طبعا انا ببقى متضايق ما بقعد وما بلعب اكيد اي اكيد. لعيب، اي اي حد لعيب، بقعد اي بيبقى لعيب، مش انت متضايق، لوحدك، اي لعيب. بس بقعد برضو بحب باحترام فاهم. عمري مثلا ما قلت للكابتن مختار ده انا انت بتقعدني ليه انت بتلاقي عمري مم. وهو موجود ربنا يديله الصحه. لا هو من الشخصيات المحترمه عمري جدا مثلا يعني. ما اعترضت مثلا. رحت المقصه برضو مع كابتن محمد عظيمه، مم. ما عملت معاه موسم كويس جدا جدا، لحد دلوقتي علاقتي بيه كويسه جدا. على فكره لازم انت برضه، فاهم. انت الاهداف اللي انا سجلتها بقى خارج نادي الزمالك. يعني انت لسه بتقول لي انا جايب في الانتاج الحربي في الموسم ده جايب 10 تجوان، ده رقم كبير جدا. ده انا رحت المقصه مم. مع كابتن عظيمه جبت 13 جون في 6 شهور. وانت في المقص. وانا في المقصه انا 6 بقول شهور. انت تعرف ان السنه اللي فاتت هداف الدوري جايب كام جون؟ كام؟ 12 جون. ومش هتلاقي فروت لا مش فرود، امام عاشور. والله. اه والله. طب مش انت فروت. طب انت بس عشان مش عايزين نطول على الناس ونتكلم في حاجات يعني مهمه جدا والاحداث اللي احنا فيها، مش عايزين نبعد عن انا الاحداث. جاي اقعد معاك رحت واخدني خطيفني تعالى يلا نتكلم كلمتين وماشي لا ماشي. عشان انت نجم مصر يعني، ماشي انت فاهم ماشي. قصدي. وشرف ليا ان انت تكون لا موجود معايا. بس انا ببسط ان انا معاك يا ابو ربنا حميد يخليك والله. يا حبيبي. باسم بقول لك ايه، شايف الوضع اللي النادي الاهلي فيه دلوقتي ايه؟ بكميه النجوم، بكميه ال العقود، انا مش بعرف اجمل الكلام، العقود، الاعلانات، الميديا الضخمه، بص يا والاداء احمد زي ما انت مقولة شايف. الاهلي، بص انا لما بتكلم الناس تزعل مني، لا بس لا انا انت قول بتكلم الحقيقه كلام. للناس، قول خد الحقيقه. بالك
الاهلي نادي كبير ومحدش يقدر يقول غير دي كده. دي دي حاجه دي ركنها على دي جنب. حاجه مفروغ منها، الاهلي ده شيء والزمالك مفروغ منهم. انديه كبيره جدا. طبعا قطبين الكره المصريه واكبر بس انديه انا في افريقيا. المقولات اللي بتتقال ما لا انا بتعجبنيش. بتكلم على الوضع الحالي النادي هقول لك الاهلي فيه. انا المقولات اللي يعني مثلا الاهلي بمن حضر دي ده هقص اي كلام، دي كذوبه. صح. مش حاجه اسمها الاهلي بمن حضر. طب الاهلي ما حضرش ليه دلوقتي؟ من اول الدوري ما حضرش. ليه؟ علشان اول حاجه مدرب مش حلو. ريبيرو. انت فاهم؟ مش جامد. صح. مش على قدر مثلا الاهلي. صح. بقى فيه اخفاقات، مفيش اسلوب لعب، مفيش سيستم لعب، فبدا الاهلي يقع. صح. انت فاهم قصدي؟ بدا مفيش البلاس 90 بتاعت الاهلي. مش مش موجوده لاقي خالص موجوده. خالص. ليه؟ عشان مفيش مدرب جامد. اه. انا بشوف المدرب 95% من قوه النادي. امم. اللعيب آلة، يعني المدرب يقول له اعمل 1 2 3 امم. وانت بتاعتك الرابعه ممكن تبدع فيها، مفيش مشكله. صح. لكن لازم يخلق لك تحركات، لازم يخلق لك تمرين كويس، لازم يخلق لك تكتيك محترم، لازم يخلق لك طرق لعب انت تعرف تلعب فيها. خد بالك يا احمد، انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا كابتن. انا ما كنتش اعرف الكلام ده وانا صغير امم. لحد ما جالنا فريرة. انت بتتكلم على فريرة جالنا كويس وانا جدا. ما انا اقول لك ليه جالنا، ما يعني عشان اكتر لقاء شفتك، يعني دايما لقاءاتك أحمد، بتذكر احنا برضو فريرة. احنا برضو في مصر بنطلع من قطاع الناشئين مم. ملط، فمش حاجه. مش اللي لدرجه احنا مالطا يا عم قسما بالله العظيم كل قطاعات الناشئين اللي موجوده في مصر كلها ما بياخدوا اي حاجه. يعني فريرة جه علمك ايه؟ انا هبقى ابدا لك، بس انت بتطلع من قطاع الناشئين مفيش حاجه خالص. تمام. يعني انا طلعت بشويه معلومات من المدرب بتاعي، كان اسمه مثلا كابتن محمد ثابت، مم. كابتن سمير صبري. الناس دي علمتني شويه حاجات ادوك تفاصيل تمشي في عليها. الناشئين امشي عليها كويسه جدا. امم. انت فاهم؟ غيري ما اتعلمش حاجه خالص. اه. غيري ما فيش، هو بيطلع الفريق الاول بيعمل كده، انا فين؟ انا بجري، انا بجري بس. لكن ولا بيعرف يتحرك امتى، صح. ولا بيعرف يدخل جوه الملعب امتى، ولا بيعرف يشوط امتى، ولا بيعرف يسلم مستلم ازاي. الحاجات دي كلها مش موجوده. انت ما عندكش قاعده من تحت تطلع لك على الفريق الاول على طول لعيبه متطوره. فاهم. بدليل الاهلي اي لعيب عنده مثلا جامد دلوقتي تطلعه 3 4 سنين اعاره، وما عمرك ما تلاقي ناشئ مثلا طلع في الاهلي او الزمالك. خد بالك قليلين جدا اللي يطلع يلعب في الفريق على طول. لازم لا يروح سموحه، لا يروح انبي، لا يروح مش عارف ياخد خبره شويه، لا يتعلم 3 4 سنين اصول الدوري المصري ويرجع يلعب تاني في الاهلي او الزمالك. هي احنا عندنا مشكله في الفريق. اول ما جه قال لنا كلمه احنا اتصدمنا. قال لكم ايه بقى؟ قال لنا انتوا ما بتعرفوش تلعبوا. كلكم؟ كلنا ما بنعرفش نلعب. يا نهار اسود. ما بتعرفوش تستلموا وتسلموا. هو ما قالش كده، كان مش بيقول على احنا كده بس، هو كان بيقول على كل الفرق بتاع الدوري المصري كده. زي الراجل اللي جه برضه منتخب مصر قال لك لعيبه الدوري المصري ما بتعرفش تلعب. كيروش. كيروش ده نفس الكلمه ما اتقالت. انا فاهمها ليه بقى؟ ليه؟ عشان احنا بنستلم ونسلم غلط. هو جاب لنا حاجه، عرض لنا على التي في حاجه في المحاضره. بص يا احمد، احنا زمان كنا بنلعب ايه؟ عارف انت مثلا الفرق بتلعب ايه؟ في مثلا 70 80 متر. صح. الفيرود في اخر عند الجون بتاع الخصم الثاني، والاستردباك بتاعنا عند الجون، يعني بنلعب في مساحه كبيره جدا جدا. اي حد لو جبنا شويه عيال من الشارع تخشوا يلعبوا علينا باصتين 3 ضربونا. عشان مساحات واسعه. هو جرح خلينا عاملين كده. في 20 خلوكوا متر بلوك واحد بالظبط، نتحرك مع بعض وبنرجع مع بعض. فاصبح ايه؟ ضرب خصمك لما يجي يعمل عليك تمريرات قصيره مش هيعرف عشان المساحات ضيقه. صح. انت فاهم؟ فاحنا دلوقتي لا كان بيعلمك يا باسم انت مستر فيريرا كان بيعلمك. قول لي كان بيعلمك ايه برضه عشان استعرف تستلم وتسلم وايه تاني احنا طور منك في ايه؟ بص احنا كفراوده مصريين مثلا كنا دايما نستلم بظهرنا. زمان يقول لك الفيرود لازم يبقى محطه. هو مستحيل تستلم ببوز الجزمه. انت لازم عشان تستلم تقف بجنبك وتستلم بطريقه استلام معينه. يعني الكره جالك من ناحيه الشمال لازم تستلم برجلك اليمين، الكره جالك من ناحيه اليمين لازم تستلم برجلك الشمال. كان بيعلمك التفاصيل دي. طب التفصيله دي بتوريك اللي انت عندك رؤيه انك تشوف زميلك الناحيه الثانيه. صح، لان بتفتح لنفسك. بالظبط، بتفتح لنفسك مساحه تمرير كويسه. لكن لو انت استلمت كره جالك وقفت تحت رجلك خلاص انت هتشوف لنفس اللعيب اللي الكره جالك منه. يا تسند له يا تقف عليه، تقف عليه. صح، كلامك مظبوط. انت فاهم قصدي؟ صح. فهو بصراحه علمنا حاجات كتير قوي بصراحه. يعني هو كان راجل عبقري بصراحه. ما هو فعلا عمل وازاي تباصي وازاي تستلم وتستلم فين وتشوط فين والمناطق الخطر في الملعب فين والمناطق انت تباصي فيها والمناطق انت تشوط فيها وتعمل كروس امتى. الحاجات دي كلها تفاصيل كتير قوي. تفاصيل. بص كان بيهتم باقل التفاصيل. يعني لو نقدر نقول اكتر مدرب اثر في شخصيه باسم مرسي مستر فيريرا.
مفيش تفكير، انت قلت لا على. فيريرا بصراحه، فيريرا، وكان شويه برضو استفدت منه كوبر اه بتاع المنتخب، اه وبرضو كان بابا فاسيليو شويه بصراحه. بابا فازيلي برضه من بابا الشخصيات فاسيليو اللي انا بحبه، اشتغلت معاه بصراحه، بصراحه برضه. بصراحه برضو عنده في تفاصيل. عنده تفاصيل كويسه، اه. عنده تفاصيل كويسه. هاخدك يا باسم تاني عشان موضوع النادي الاهلي ده شائك، لان جمهور النادي الاهلي يعني بيعيش اسوأ ايام حياته، لان ما كانوش متوقعين البدايه دي بالسكواد القوي جدا اللي جابوه ده. انت شايف الاخفاقات اللي النادي الاهلي فيها دلوقتي دي بسبب ايه؟ بسبب ايه بالظبط؟ انا بالنسبه لي اه. بسبب من ساعه ما مشوا الراجل اللي هو اللي كان عندهم ومشوه، كولر. كولر ده. اه شوف الناس كلها كانت بتهاجمه اه ومحدش يجيب سيرته دلوقتي، بس انتوا ناسيين ان ده كان مدرب جامد. مش بس هم برضه بس انا خرج هزلك، معاهم من بطوله افريقيا برضه. المشكله ده ما كان هو السنه اللي قبلها واخدها، ماشي. والسنه اللي قبلها كان منافق انت عارف النادي يا الاهلي احمد. بينسى، طب النادي ما هو الاهلي النادي يا عايز كل ابني، سنه، عايز طب ما هو مفيش. لا، ما فيش عايز بقى. ما هو انت عرفت قيمته. بص يا احمد، اما بتعمل حاجه غلط لازم تقول انا بعمل حاجه غلط. مم. انا بقول لك وجهه نظري، ان المدرب ده بعد ما ضربوه شتموه ورموا عليه يا الازايز عم ما والكلام حدش ده، ضربه يا عم لا طلع الناس ضربوه، ضربوه ليه؟ لا ضربوه، لا ما حدش ضربه يا راجل. مش ضربوه بالازايز في المدرجات. ماشي بس يعني كم ازازه جت جنبيه، لكن ما فيش حاجه جت في الراجل، ما تقولش ضربوه. ايوه بس يعني مش قصدي رموه بالازايز، قول رموه رموه، بالازايز اه ما تقولش مش ضربوه. قصدي، يعني قصدي اللي هم رموه رموه بالازايز، بالازايز انت اه. فاهم. اه فالراجل طلع في مشهد مش حلو خالص بصراحه. فعلا لما عمل كده بصراحه عارف انت، عارف انت خلى كل برضه الناس ايه. شافت الصوره، كل الناس هم بعد كده بصراحه اداره الاهلي عملت له حاجه برضه محترمه، اللي هم حطوا له برضه تكريم بصراحه دي كانت مم. حاجه برضه كويسه بالنسبه لمصر، اللي انت برضه فاهم اللي انت تمشي في الشوارع تلاقي صورك وبتاع. هي خلي بالك الحاجات دي كويسه. جمهور النادي الاهلي ما بيتحملش الخساره، تحس ان هم يعني احنا خدنا بطوله افريقيا يا احمد وخدنا ما فيش، وخدنا بص الدوري يا احمد، والكاس، لا السنه الجايه بص عايزين بص الدوري لا وكاس لا، انا بطوله مش افريقيا. انا مش انا مش مع الكلام ده، الكلام ده اي كلام مش فيش، دي كوره. صح هي كوره في فعلا. الاول والاخر دي كوره. ريال مدريد بيخسر، ايوه صح، ما تقوليش بقى ما الاهلي. هو فعلا بيقصد. ده كان بكلمك في ريال مدريد، صح بيكسب وبيخسر، بيخسر الدوري الاسباني وبيكسب الدوري الاسباني. فالاهلي لما بياخد مثلا بطوله واثنين وثلاثه، خسر بطوله مش نهايه الدنيا يعني. مش نهايه الدنيا. لكن الراجل ده كان عامل لهم سيستم، اما غيروه ما جابوش حد جامد، ما جابوش راجل كفء. ريبيرو انت قصدك ما كانش في مستوى ما كانش الراجل مستوى الكولر. بصراحه، ده اللي احنا فيه دلوقتي. صح مشوا الراجل، مشوا. جابوا كابتن عماد النحاس، كابتن عماد من الشخصيات المحترمه جدا جدا، بس برضه مش هيشيل النادي الاهلي. مم. مدرب كويس جدا، مم. ليه بقى بس بتقول ليه مش هيشيل النادي مش الاهلي؟ هيشيل عشان بسبب الاهلي يعني كثره والزمالك. النجوم لا يعني؟ لا مش كسر، هو شخصيه قويه جدا، خد ما بالك انا كابتن عماد ما أنا بقول النحاس. لك. كابتن يعني. لا شخصيه قويه وشخصيه تحترم والناس تحترمها. وخلي بالك لما يكون المدرب بتاعك راجل نجم كبير دي بتفرق مع طبعا اللعيب. طبعا هو عامل شخصيه، له هيبه، خد راجل بالك نجم هو واخد راجل، بطولات. راجل شخصيه محترمه. بس الاهلي والزمالك والمنتخب لازم مدرب اجنبي، يا سلام. لازم مدرب اجنبي. ليه بقى؟ انا لعبت في الزمالك وعارف انا بقول لك ايه. ليه بقى يا عم؟ اي مدرب مصري هيخسر ماتشين ثلاثه هيمشي، اه لكن الاجنبي هنستنى عليه. طب ما الاجنبي لسه ماشي اهو، ريبيرو بس خمسه ده قاعد، ده قاعد يا حبيبي، ده في كاس العالم، ده ما طلع برضه بفضيحه في كاس اه العالم لا برضه لما وكده. ما كانش اداؤه كويس برضه في كاس انت العالم فاهم، فعلا. وجه استنوا عليه برضه اداؤه مش كويس. مم. فهو يعني انا يعني انت شايف انا شايف كولر المدرب، بص يا كولر. صاحبي، انا شايف المدرب كانوا مشوا كولر ده، كانوا جابوا حد جامد مم. اجمد من الراجل اللي جابوه ده. يعني لكن الاهلي او الزمالك، عشان برضه الناس ما تفهمش انا بتكلم عن الاهلي، لازم يبقى مدرب جامد، تمام. لازم يبقى مدرب يمشي الدنيا. زمان كان الاهلي ممكن يمشي باي حد، اه غير دلوقتي. ليه بقى؟ ليه؟ ليه بقى؟ عشان دلوقتي الدنيا اتطورت. مم. الناس بقت عنده، اللي عنده مثلا محلل اداء، واللي عنده تطور، مثلا مدرب خد مش عارفه كام حاجه بره، فبقى الانديه كلها احمد ما عادش زي زمان. كلامك الناس مظبوط. دلوقتي اتعلموا شويه، كلامك مظبوط. الانديه اتعلمت، اللعيبه كلها بقت شبه بعضها شويه. زمان كان في ابو تريكه كان والجمعه في وعماد متعب، كان في ناس عندها دلوقتي حلول. مع احترامي مفيش. صح مفيش لعيبه جامده، مفيش الجوده دي. بص لعيبه جامده، لا اللعيبه كويس بس بس زمان، مفيش الجوده دي، الكواليتي ده زمان مش زمان اللعيبه كانت تلعب لوحدها، صح. دلوقتي لا، عايزين مدرب. عايزين مدرب ومدرب جامد يلعب بطريقه لعب معينه وتكتيك معين واسلوب لعب معين. صح. الناس كلها احمد دلوقتي لو دخلت على النت هتعرف تعمل تمارين لاخر الشهر. كلامك مظبوط. عادي جدا يعني. كلامك صح. اما بيجي عندنا مدرب وحش نقول لك ايه، يلاقي كل يوم يعمل تمرين، كل يوم يقول لك احنا كلاعيبه نقول ايه لبعض، الباقه هتخلص. صح. صح ولا لا؟ كلامك مظبوط. او الناس لازم تعرف يعني الباقه هتخلص. يعني مدرب كل ما يجي يعمل تمرين شكل اه واحنا عارفينه هو ما بيعملش كده في العموم، امم فبيدخل على النت ويجيب له تمرينتين ثلاثه يعملهم. صح. كلامك مظبوط والله. انت فاهم قصدي؟ فدلوقتي الاهلي لازم يجيب مدرب جامد ومدرب شخصيه ويوظف اللاعب. معلش هو الاهلي عنده تريزيجيه وزيزو فرود، جراديشار. لا التاني محمد شريف. محمد شريف بالنسبه لي لاعب جامد، لاعب محمد فرود شريف كويس. وعنده احمد محمد شريف، احمد عبد هو القادر احمد عبد ده على وطاهر. فكره اقول لك حاجه، لاعب جامد. اجمد هاف في الاهلي. اه
بس مخلصين عليه خلاص. بالنسبه لي انا بص، مخلصين عليه. احسن هاف في الدوري المصري ياخد الكرة ويروح عدد واحد، لا 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 لعيب. بيروح الاثنين ثلاثه. لا 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 خد احمد بالك احمد انا، لعيب خد بالك جامد. انا بقول لك وجهه نظري انا، هو انا متفق هو معاك هاف والله، بياخد متفق الكوره. معاك. بص ده قليل جدا ان ياخد الكوره ويروح الاثنين ثلاثه يلعب. والله العظيم انا قابلته مره في سموحه زمان زمان جدا، اول ما طلع مم. ما كنتش عارف اصلا بيلعب في الاهلي، كان مع كابتن احمد سامي المره الاولانيه، اه هو مش هيفتكر اصلا الكلام ده. اه قابلته قلت له انت هتبقى لعيب جامد جدا، كان لسه صغير. بس صغير جدا، اه هو اصلا مش هتلاقيه فاكر. ما شاء الله مميز، هو مميز جدا. وبعدين انا بحب الكره اللي بتبقى تحت رجله، جريء ما بيخافش. آه. ودي بقت أنت فاهم؟ قليله قليله جدا جدا. فالاهلي في لعيبه جامده جدا. طب انت بس عشان اخرج من حته الاهلي دي، مش شايف كثره النجوم لا لا والاسماء لا الكبيره دي لا عامله يعني ازمه هم في مش الفرق؟ هم مش اسماء كبيره ولا يعني، هم احمد برضو ايه، اسماء كبيره ازاي؟ مش الضجه جامده جدا مش اسماء كبيره يا ازاي؟ ابني. مش اسماء كبيره بمعنى اللي هم ايه اللي انت تشوفهم تتخض، لا مش هتخض. انا قلت لك مفيش حد يجي زي ابو تريكه وزي ماشي، بس متعب. هم يا اقوى حبيبي سكواد في مصر. انت عندك تريزيجيه، بن شرقي، زيزو، قفشه، عارف محمد لو مشيت شريف، كل دول، جراديشار. عارف لو مشيت كل دول دلوقتي ومشيت جنبهم الولد بتاع الزمالك اللي لسه جايبينه ده الهاف ليفت، اه هيروحوا للواد الهاف ليفت لك ده اجمد لاعب فيهم. يا احمد الكوره 5 ماتشات بيفرقوا. صح. ممكن بعد 10 ماتشات شفت الاسماء انت بتقول عليها دي مم. ما عادش يجيب سيرتها اصلا. دلوقتي اصلا بينتقدوهم، دلوقتي بيقول لك اللعبه دي وحشه، يعني كان من اول موسم جامدين ودلوقتي بقى دي اللعبه دي لعبه جامده جدا، صح، بس عايزين يتحطوا في الاطار الصح. كلامك برضه مظبوط. هم مش الاسماء اللي هي تريزيجيه بقى له مع 10 سنين بيلعب في الدوري ولا 13 14 سنه بعد ما احترف ورجع، لاعب محترم جدا ولاعب جامد جدا. ما حدش يقول لي تريزيجيه لاعب جامد جدا، انت فاهم؟ برضه يعني انت شايف زيزو اداؤه دلوقتي كويس؟ طبعا احسن لاعب الماتش اللي فات. بص يا احمد، دايما دايما انا بشوف اللعيب ازاي. انت شفت الماتش اللي فات بتاع الاهلي، اتفرجت هتلاقي عليه. كل اللعب سيبك هو من هو جاب جون بدماغه. سيبك من الجون يا احمد. احنا لا، مش بس الناس بتوع كوره. لا لا بس الارقام الجون بيفرق. بص يا احمد الجون معلش بيفرق، يا بس باسم، انا كراجل دلوقتي انت انا لو بقى انا عملت كباسم مرسي لو باجي عملت اتكلم ماتش، على ماتش. مش يا باسم، انت لو عملت هقول ماتش لك. كويس وما جبتش جوان، الناس مش هتنتقدك دعوه يا انت احمد، انا يا كمهاجم. احمد انا مش الناس اللي قاعده قدام التي في لو طفيت صوت المعلق الناس ممكن ما تركزش مين كويس ومين وحش. انا بفهم، انا بلاعب كوره، ما احنا انا بنفهم، شغلتي بس لعيب كوره. الارقام مهمه. ماشي الارقام مهمه، مش الارقام مختلف معاك مهمه. تماما، مهمه جدا. بس تريزيجيه طول ال 90 دقيقه اللعب من ناحيه مين؟ تريزيجيه، طريق اللعب كل اللعب انا مايل متفق كده، معاك والله، مايل كده. متفق معاك. لو شلت تريزيجيه مفيش لعب ناحيه شمال. كلامك مظبوط. يعني كل اللعب مبني من ناحيه تريزيجيه. صح. يعني تريزيجيه مثلا بدل ما ممكن يجي له في الماتش 20 كوره يعملهم صح، يغلط في واحده، لكن تريزيجيه بيجي له في الماتش 100 كوره، ما هو الطبيعي انه هيبصوا 3 4 5 6 باصات غلط. ليه؟ عشان اللعب كله مايل في ناحيه تريزيجيه. طب انت تفسر بيها مثلا بعد ما جاب جون الحركه اللي قاعد يعملها دي، بص لا دي هتلاقي حد زي ما احنا متعودين يا احمد، عارف انت واحد في المدرجات قاعد لك، اصل ما تقوليش مثلا تريزيجيه بيعمل لجمهور الاهلي، امال بيعمل ايه؟ ده هتلاقي واحد في المدرج. انا عارف ناس بتقعد في المقصوره، انا لعبت في الزمالك وعارف بيعملوا ايه بقى؟ بيشتموا. بيبقى واحد جالك انت مخصوص، انت بقى ما رضيتش بقى تديله تيشيرت، ما رضيتش تقول له حاجه، فبيجي لك بقى مخصوص. ممكن انا متاكد مليون في المية ان حد كان بيشتم تريزيجيه في طب المدرجات. هو عممها ليه بس؟ ما عممهاش. هو عمل للناس كلها كده. لا تريزيجيه عمره ما عمل الجمهور الاهلي كده، مش دفاعنا عن تريزيجيه، اصل واحد متربي جوه النادي، صح. واحد متربي في مدرجات النادي وقاعد تحت النادي تقول لي بيعمل جمهور الاهلي بص. لا طبعا تريزيجيه، وعلى فكره تريزيجيه مش الشخصيات المؤدبه والمحترمه والمتربيه، مش اللي هو يروح يعمل لجمهور الاهلي اسكتوا ما حدش يتكلم انا تريزيجيه. لا 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 لا، هو صدقني وكان حد قاعد بيتكلم في المدرج كلام مش كويس على تريزيجيه، بيشتمه وبيقول له كلام مش حلو، فتريزيجيه عشان محترم قال له كده. فهمت قصدك. انت فاهم؟ فهمت قصدك. انا زمان كنت بطلع اجيبه من المدرج، ده اما تحليلك كان انت بيشتمني. للموضوع. انا بقول لك لعبت في الزمالك كان في ناس بتيجي اصلا من الزملكاويه تروح تجيبه منين؟ واقسم بالله كنت بطلع له المدرج. انت يا ابني مجنون يا ابني. مش مجنون، ما هو انت بص، انت مش زملكاوي او انت اهلاوي، يعني بيشتم ده مستحيل يكون زملكاوي او اهلاوي. جمهور الزمالك او جمهور الاهلي بيجي يشجع، يا يشتموا هتاف جماعي. خلاص ما دام جماعي ده ما حدش يقدر يتكلم. ده جماعي بقى يبقى ده الجمهور. لكن واحد جالك مخصوص في المدرجات ماسكك من اول الماتش لاخره وتقول لي ده جمهور، لا طبعا مش جمهور. مش دفاعنا عن شايف تريزيجيه كده يعني؟ انا شايف كده. عايز اطلع بقى بره الاهلي، خلاص اتكلمنا على الاهلي وتحليلك ليهم من سبب ان كولر مشي، خلاص دي خلصنا منها وفهمنا. لا مش كولر مشي وما جابوش حد بعده جامد. ايوه بسبب فحصل المدرب. اخفاق. فبس ما قلت الاهلي بمن حضر، لا ولا مش من حضر. مش بمن حضر. لا مش بمن حضر. صح، انا متفق معاك. الاهلي بمدرب جامد، بدليل اللي بيحصل باداره دلوقتي. جامده، بلعيبه جامده، بجمهور جامد. بس انا بصراحه شايف من وجهه نظري اداره الاهلي مش مقصره.
لا مش مقصره. يعني بصراحه الناس مش يعني مقصره بصراحه. عمل سكواد قوي جدا. هي اثرت في حاجه واحده، في ايه؟ ان هم جابوا مدرب مش جامد، جابوا مدرب مش على مستوى النادي الاهلي، دي تاثير منهم. يعني انت شايف ان هم وفروا في المدرب؟ لا مش وفروا كمان، ده هم اللي اصل هم اختار. صارفين يا اللي باسم، اختار صارفين ما احمد مش يعني. كل حاجه فلوس برضو، العين احسن من الفلوس. ايه رأيك بقى باسم في تجربة الزمالك السنة دي وجابوا جون ادوارد مدير رياضي؟ ليه طبعا قرارات كبيرة، وان الإدارة تحس ان الإدارة مسلمة النادي لجون ادوارد. ايه رأيك في التجربة دي عموما؟ بص هو جون اول ما جه عمل سيستم حاجه كويسه قوي يا احمد. عمل اول حاجه ثبت العقود، سقف الرواتب، 10 على 10. علشان وحط ميزانيه معينه، ده اللي انا 10 على سمعته 10. برضه خد بالك. ايه بقى؟ وحط ميزانيه معينه ان فلوس السنه كلها موجوده، يعني مش هتيجي مثلا شهر 11 تتزنق. ما تتزنق، تيجي شهر واحد ما فيش فلوس، لا انا هديك مثلا مليون مثلا، يعني لا 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 بقول اي قول، لا مثلا، لا قول ارقام، انا قول مثلا ارقام. هديك 10 مليون، هديك 15 مليون، هديك مش عارفه كام مليون، ده اللي هتاخده طول السنه وهيبقى موجود، احسن ما انك هتاخد 40 50 مليون وما تاخدهمش. صح. فهو عمل حاجه كويسه جدا، اختيار لعيبه كويسه، اختيار مدرب محترم. بس انا كان نفسي بس جون يجيب حد من اولاد الزمالك معاه، ده كان تعليقي الوحيد على جون. مم. بس على فكره انا قابلته واتكلمنا، يعني هو قال لي وجهه نظره يعني، قال لي مش عايز اجيب حد عشان يعني فاهم لما ما حصل اخفاق اشيله وبتاع، فهو عنده وجهه نظر. وانا بصراحه ربنا يكرمه ووفقه وعامل فرقه كويسه. الزمالك في ايده فرصه السنه دي ذهبيه، ان انت تاخد الدوري وانت مستريح. احنا 2014 لما خدنا الدوري كنا كل ماتش يا احمد بنكسبه وبنضعف المنافس، كل ماتش نكسبه وبنضعف المنافس. هم الناس تقول في الاعلام بقى، انت عارف اعلام الاهلي يعني والزمالك كده، يقول لك الاهلي ايه في النفس الاخير، ولا كان في نفس اخير ولا نفس قريب. احنا خلصنا الدوري من بدري، انت فاهم قصدي، فاهم وقالوا قصدي. هنعوض في الكاس. اه. جه الكاس، خدتوا الكاس. خدنا الكاس 2-0 لعبد لله 2-0 ما انا عارف، جونين. شايفينه طبعا، انت فاكرين. فاهم قصدي، فالزمالك في ايده فرصه ان هو يخلص الموسم من بدري، يكسب كل ماتشاته، اللي جايه. كل ماتشاته اللي جايه ما يفرطش ولا في بونت. هم هتلاقي الاهلي بيقع، بيراميدز بيقع، بيفقدوا الانديه اللي بيفقدوا غصب نقاط. عنك بتفقد بنقط. صح. فالزمالك بصراحه عامل فرقه كويسه، واتمنى لهم ياخدوا الدوري السنه دي بصراحه، فرصه بصراحه. والاهلي والنفس بتاعهم يعني واقع كده، على ما يجيبوا مدرب بقى ويصلحوا الدنيا فاهم، يكونوا لهم وقعوا لهم مثلا 7 8 ماتشات يكون الزمالك خد الدوري. يكون الزمالك فرق في اللبنان. طبعا طبعا انا يعني انت شايف تجربه جون ادوارد تجربه كويسه لصالح الزمالك؟ تجربه كويسه، مم. بس تكمل ان شاء الله على خير. عشان بص دايما النهايات احسن من البدايات. انت ممكن تبتدي كويس جدا 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 بس تنهي وحش، الناس ما بتفتكرش الماضي، صح. الناس دايما بتفتكر اخر حاجه بتشوفها، اللقطه الاخيره. اللقطه الاخيره. مم. حتى في احنا ممكن اللعيب يبقى وحش جدا الدور الاولاني، يجي الدور الثاني يجي له مثلا 7 8 تجوان، تلاقي الدوري المصري كله بيتخانق عليه، اه يجدد الدنيا يجد كلها. بقى صح. ياخد له مثلا 90 مليار. بقول لك ايه بس بجد، عشان برضو الناس تفهم وجهه نظرك في الموضوع ده. شايف ان الارقام اللي موجوده دي، ده طبعا رزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى وكل حاجه يعني، بس انت شايف الارقام الموجوده دي يعني عقلك مستوعبها؟ انت يعني شايف بص ايه يعني؟ بص انت عارف احنا طبعا احنا دلوقتي بقينا مثلا نتمنى. بنسمع 100 مليون، بص 120. لا ده ابوه اخد 20 عشان يجيبوا ارقام يعني. بص يا صاحبي، انا برضو انا ليا وجهة نظر في الموضوع ده. انا شايف وجهة نظر انا لازم الموضوع ده يقنن اصلا من الدولة، يقنن. من الدولة. اه. رئيس الشباب والرياضة يحط سقف للعقود. مم. انت ما ينفعش دلوقتي تجيب لي لعيب مثلا بيبقى ياخد 100 مليون، واحد تاني بيلعب معاه في الملعب بياخد 900 الف، مش هيبص له وممكن يعوره. ممكن والله ما بهزر، في انديه بتاخد تدي 90 بتحصل 900 بيحصل بيحصل و500 انت بيحصل. فاهم. معلش فين التنافس اللي انا مثلا، ما الدوري الانجليزي الدوري الاسباني يقول لك مثلا ايه اللعب النظيف مثلا، مم. ان انت مثلا ما ينفعش تجيب لعيب اكتر من كذا، تشيش لعيب اكتر من مثلا من 100 مليار مثلا، انا مم. بقول اي ارقام يعني، فاهم 100 قصدي. مليون 50 مليون 60 مليون ايا كان الرقم. فاحنا هنا معلش انت الاهلي زي ما بتدي ارقام رهيبه، وبيراميدز طبعا تلاقي فرقه تانية بتدي اصلا ميزانيتها كلها في السنه، ميزانيه في السنه 15 مليون جنيه. لا بس طب ما انا عايز اقول لك، انت من غير ما تعمم والكلام يبقى في انا العموم بس يعني. مش عايز اتطرق يعني الماتش اللي فات كنا شايفين النادي الاهلي بيلاعب انبي، واعلى لعيب في انبي العجوز، انت عارفه. وانا هقول بياخد كام يعني ما يزعلش لا مني. يا عم لا ما نقولش يا عم، لا بص انا مش عارف. بص هو على هو فكره اعلى لعيب في انبي بياخد 2 مليون جنيه. مم. فالبادجت بتاع انبي كله عموما على بعض
50 مليون وتعادلوا مع الاهلي. بص تعادل مع الاهلي حاجه، وانه ياخد الدوري حاجه. الارقام دي تخليك ممكن تتعادل مع الاهلي ماتش بس ماشي. تخسر ماتشين ثلاثه بعدها. ماشي. يعني انا عايز اوصل لك ايه، انت ممكن تتعادل مع الاهلي والزمالك مم. بالارقام دي مم. بس مش تاخد الدوري. لا هو اللي اصلا هياخد الدوري هو طموحه اصلا مش الدوري. انا فاهم، هو طموحه مش الدوري انا فاهم يعني مش هتنافس، هتبقى بعيد. مم. انت يا احمد دلوقتي احنا بنتكلم، انا بتكلم بس انا مش بتكلم على الانديه، انا بتكلم على اللعيبه. مم. لكن الانديه هي لازم تصرف، مع احترامي طبعا. الانديه لازم تصرف مبالغ محترمه. ما بقولكش يصرف مثلا زي الناس تانية ادى ارقام مثلا بال100 مليون، لا اغلى لعيب في مصر مم. يوم ما تيجي تقول اغلى لعيب في مصر اه 25 مليون. ما تزودها ده شويه يا راجل. اغلى لعيب في مصر بالنسبه لي، العيشه غلت. والله العظيم 25 مليون جنيه. مم. ده التوب ده يعني. التوب، وهم التوب في مصر 5 6. مم. والباقي كله تحت ال 25. كابتن الباقي كله لعيبه كويسه جدا، اه بس الارقام انا بتكلم على حاجه خد بالك. مم. انت عشان تاخد مثلا 25 مليون لازم تجيب لي في الموسم مثلا 25 جون 20 جون ايوه ما بيحصلش كده. لازم. اه لكن انت مع احترامي مثلا بتاخد مثلا، انا والله العظيم ما بتكلم على، انا اول لا مره لا في حياتي انت اتكلم على اللعيبه. لا لا يعني احنا اول مره انت اتكلم بتتكلم في اصلا، العموم. بس انا اصل يا رب الموضوع ياخدوا، بقى غريب يعني. بص يا رب ياخدوا 500 مليون مش دعوه. ربنا بس يزيد انا وانت الاجابه. بتقول لي وجهه نظرك، اه انا انا عايز ايه، افهم وجهه نظرك بس. انا وجهه نظري انا لا، ان اغلى لعيب في مصر ياخد 25 مليون جنيه. مم. والباقي ده كله تحت. الباقي كله تحت. طب انت شايف يعني يعني بسبب الاداء اللي بيقدمه اللعيب يا ولا خد ارقام بالك اللعيب ولا ايه؟ اجانب ومصريين، يعني مش اجنبي، يعني معلش ما تجيبليش لعيب عشان افريقي تقول لا ده هياخد بالدولار وانت وهياخد اعلى من اللعيبه اللي بتلعب اساسيه. لا، مم. هو لعيب وانا لعيب. مم. انت بتروح تجيب لاعب من افريقيا ما اصلا ما بيلعب في درجه 10، تيجي تديله فلوس اكتر مني عشان المحترف بياخد بالدولار. طب انت باسم شايف ان تفاوت الارقام بين اللعيبه مثلا في اوضه اللبس مثلا، مثلا انت بتاخد 100 مليون وانا مثلا باخد 5 مليون، ده يعمل حاجه في اوضه اللبس، يعمل هزه؟ بص بيعمل حاجه، بس يعمل حاجه عند اللعيبه يا احمد اللي هم ايه، ضعف نفوسهم ضعيفه. مم. ليه؟ انا خدت جنيه، انا ارتضيت بالجنيه، انا بتكلم على باسم مش دعوه اه بحد. انا مثلا احمد بياخد مثلا 10 مليون تمام وانا باخد 5، تمام. انا ارتضيت بالخمسه، ماليش دعوه باللي باخد 10. لو ما ارتضيتش بالخمسه خلاص دي حاجه تانية. مم. لكن انت ما توافقش عليه. انت فاكر الموقف اللي حصل لك ولا لا؟ انا قلت لك إيه في الاوضه، قلت لي مش هيدوك يا ترضى يا تمشي. يا تمشي. طب عايز اقول لك حاجه بمناسبه برضو الموضوع دوت، امام عاشور بقاله سنتين عشان عقده ينتهي. كمان سنتين عقده ينتهي. يعني السنه دي اللي لسه بادئه والسنه الجايه لسه كمان ساريه معاه. من دلوقتي بيقول لك انا عايز امدد واعدل وابقى اعلى واحد. فانت شايف ده تصرف صح؟ وجايب وكيل اسمه ادم وطني، ويعني انا والله بص يا احمد، الكلام انا يعني. فعلا انا ما اعرفش الكلام اللي انت بتقوله ده خد بالك. لا يعني لا انت عارف ده ان انا بعيد لا بكل انت بعيد البعد بعيد عن السوشيال. عن لا عن الحاجات واللعيبه ارقامها واللعيبه بتقول، انا ماليش دعوه بالكلام انا ده عارف، خالص. بس انت شايف ان ده موقف صح؟ بص انا شايف ان وكيل اللعيب يتعامل مع الوكيل اللي هو عايز يتعامل معاه. مش اه من حق النادي يقول له تعامل مع وكيل كذا ولا وكيل كذا. اه. طب انت شايف ان هو عايز يمدد ويعدل ويبقى اعلى واحد ولسه باقي والله له على هو عقده والله سنتين؟ هو عايز، في ايد النادي يوافق ويرفض. مم. انت في ايدك مثلا النادي الاهلي مش موافق، انت بقى خايف. هيقول لك عايز امشي. افهم، لو امام انت عاشور بقى قال لك. خايف احسن تمشي. لو انت بقى نادي قوي مم. وفعلا بقى سيبه يمشي. سيب امام عاشور يمشي؟ او لا هيقفل يعني مثلا. لا مش هيقفل، بس هو لعيب مميز. لاعب مميز جدا، احسن لاعب في مصر. مم. بس ما انا ما بتكلمش على مان طب ما بعينه هو خد الخطيب بطل، بالك. ما كابتن الخطيب بطل، ايوه ابو تريكه بطل، انا بتكلمش على، بركات بطل. انا بتكلمش على امان بعينه. انا بتكلم اي حد اي سين حد، من الناس اي حد مش عاجبه يمشي. مش عايبك يمشي. انا بعد ما تخلص هجدد لك بالرقم اللي انا عايزه. طب ما كان الاهلي عمل كده مع اجمد لعيب في مصر من 3 سنين، عبد الله السعيد. رمضان صبحي. اه رمضان رمضان اختار انه يروح بيراميدز ليه؟ عشان الفلوس. لا عشان هم قالوا له جدد بطريقه معينه، هو ما عجبوش. بس طب ما هو يعمل كده هو الموقف. ما هو امام هيروح بيراميدز برضه. ما يروح بقى، هو اللي وقف على رمضان. لا ما وقفش، ده بالعكس، ده انا حاسس ان رمضان صبحي مش لاقي نفسه من بعد لا الاهلي. لا انا الكلام ده مش صح. رمضان صبحي خد افريقيا، مم. رمضان صبحي خد كاس مصر، رمضان صبحي جاب ارقام احسن من اللي جابها في الاهلي ارقام ايه بكتير. يا راجل؟ يا ابني رمضان صبحي كان بيجيب في الاهلي 4 تجوان كان بيعملوا تمثال. بيراميدز كان بيجيب بالسبع 8 تجوان. بس هو انت لو يا تيجي ابني يا تقيم، ابني لو تيجي الاعلام يا تقيم حبيبي ما تقيمش على السوشيال ميديا يا احمد. احنا لعيب الكوره وناس فاهمه. احنا السوشيال ميديا بترفع والسوشيال ميديا بتعمل ايه والاعلام بينزل. ماشي. قارن رمضان، ارقام رمضان ما كان في الاهلي
وكرر ارقام رمضان لما راح بيراميدز. انا مش عارفها كرر، دلوقتي، انا عارفها. هجيبهم لك. اصل انا بقول لك يعني انت شايف رمضان بيشارك بصفه مستمره مع بيراميدز؟ انا مش بقول، ايوه، مش اول شايف. سنتين يا ابني كان كويس جدا. مم. حصلت له اصابه ورجع، وانا بقول لك رمضان بتتفرج. مش بتفرج، بس انا بقول لك انا عشان الموضوع ده كان الناس كلها مركزه فيه، مم. فكان في سبوت على رمضان. ما رمضان نجح مع بيراميدز. بس انا بس مش شايفه يعني لمع يا معاهم، ابني انا لا مش شايفه لمع يا لمع. حبيبي، معلش انت برضو اللي بلمع مين يا احمد؟ هو انت معلش مع احترامي، وكان حد عارف مروان عطيه يا مثلا؟ حبيبي ما هو لو هداف، ما سؤال، هو لو مروان هداف عطيه كان بيلعب فين؟ سؤال في بس. الاتحاد. كنت تعرف عنه حاجه؟ لا ما اعرف. راح الاهلي عمل ايه؟ ده انا بقول لك اسم منتخب مصر. اسمه التاني ده، الولد التاني بيلعب في الاهلي. مين؟ اللاعب اللي بتروح الاهلي من سموحه كان حد يعرفها؟ لا ما خدش حد. راح الاهلي عمل ايه؟ والزمالك نفس القصه. مثلا ياسين مرعي اللي هو سردار، مثلا ما كناش نعرفه. انا ففاركو كنت اعرفه بقى. عشان ابوه كان صاحبي. اه. راح الاهلي الناس كلها تعرفه. وكان هيروح ما المنتخب. هو ليه بقى؟ انت تعرف ان ياسين ده كان هيروح المنتخب لولا الاصابه؟ في هرزاق يعني. الواد ده لاعب برضه، لاعب كويس لعيب مش وحش كويس، بصراحه. لعيب كويس. اللي انا عايز اقول لك ايه يا احمد، ان السوشيال ميديا والاعلام هو اللي بيرفع عشان بيلعب في الاهلي او الزمالك. اللي سبوت عليهم. بالظبط. رمضان لو كان قاعد في الاهلي كان بيجيب 4 تجوان و3 تجوان. ده جاب جون في المحله مره، خبط في 15 واحد ودخلت، خد احسن جون في الجوله. والله ما بهزر. فاحنا ناس بتوع كوره وناس بنفهم كوره. انت بس حسيتها لما مشيت من الزمالك؟ طبعا السبوت ايه قل شويه؟ يا ابني انا كنت، ما انا بقول لك انا رحت مثلا انتاج الحربي جبت 10 تجوان ولا حد ولا اتكلم. حد حس بيا. جبت في سيراميكا 8 تجوان ولا حد حس. جبت يا ابني، جاب 74 جون في الدوري، ما انا عارف. وانا جبتهم كلهم في الزمالك. لا مش كلهم في الزمالك طبعا. مثلا في المقصه جبت 13 جون، ولا حد مركز. الاهلي والزمالك بس. بس يا عم بيراميدز كان بيلعب بطوله من يومين، قلبوا مصر كلها عشان الاهلي. انت كنت عارف بيراميدز بيلعب بطوله من انا يومين؟ عارف ان هو بيلعب بس ما حدش اتكلم. بالصدفه. انا عرفت بالصدفه. ما حدش اتكلم. ليه؟ كان بيلعب في افريقيا. ايوه، اللي هي البطوله اللي هي الاهلي خدها دي من آه. العين السنه اللي فاتت آه، تقريبا. آه. شفت الضجه اللي حصلت عليها دلوقتي؟ بيراميدز كسب ولا حد. ليه؟ عشان الاعلان. لازم احنا احمد، احنا ناس شغالين في المجال وبنلعب كوره وعارفين. انا مش جمهور، انا مش هقول اللي الناس بتقوله. فانا عارف انا بقول لك ايه. هي الاعلام والجمهور والسوشيال ميديا هم اللي بيطلعوا السما وينزلوا الارض. طب باسم عايز اقول لك حاجه حبيب قلبي، ندمان على رحيلك من الزمالك؟ بص والله احمد، هو في الاول والاخر هو طبعا انا من ناحيه زعلان، انا زعلان، انا اللي اخترت عامه. طب ليه بقى بس؟ يعني احكي لي التفاصيل كده، صاحبي، تفاصيل رحيلك بالظبط. بص كان والله ساعتها مين موجود؟ مستشار مرتضى؟ اه قول لي ايه اللي عارف، انا حصل. رحت له مكتب قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ انا رحت له مثلا مكتب، هو كان عنده كذا طب مكتب. انت اصلا اخدت القرار ليه؟ يعني ايه أنا التبعيات؟ قول لي ايه بص، التبعيات عشان انا ايه، عايز الناس انا اخر تفهم. سنه في الزمالك ما لعبتش خالص، كان عندي اصابه رباط داخلي. كل ما ارجع اتصاب، كل ما ارجع اتصاب. ده كل كان ما مين ارجع اتصاب. المدرب؟ جالنا ناس كذا مدرب. اه. جالنا في الاول مدرب اجنبي، وبعد كده الكابتن ايهاب، وبعد كده الكابتن خالد جلال، انت فاهم؟ وبعد كده مش عارف كان في نص السنه الكابتن محمد حلمي تقريبا. عدى عليكم يعني كذا حد كتير قوي. تمام. بتصاب وبترجع ما وتتصاب تاني بلحقش، وتتصاب تاني. ما بلحقش. حد قال لك امشي؟ لا خالص. طب ما هقول لك، ده بنطلع المعسكر ورايحين ناخد فيزيت المانيا، وانا رحت وخلاص وكل حاجه. والله العظيم يا احمد انا اللي قلت ان عايز اروح ارجع سنه، اطلع سنه بره وارجع. انا كان عادي، كنت اغلى لعيب كنت اعلى عقد في نادي الزمالك. ما انا عارف، انت حكيت لي الموضوع ده اللي انت كنت مجدد، لان انت كنت هداف كنت لسه الدوري. مجدد اصلا. كنت هداف الدوري. ما انا بقول لك كنت لسه مجدد اخر سنه، وبتكسب نادي الزمالك في كل الماتشات الحاسمه يعني. الحمد لله. وكنا لسه لاعبين نهائي افريقيا. بس ده كان حقك. الناس تقول لك ايه؟ بس ده كان الناس حقك. تقول لك ايه؟ الناس تقول لك ايه؟ ده ما كانش ارقام، ده خد بالك لو قلت لك الرقم هتضحك. لا بس ساعتها كان رقم، ما تمثلش علينا. الناس تقول لك باسم لعب اول سنه في الزمالك. يا ابني انا ثالث سنه 2016 لاعب نهائي افريقيا، كنت انا هداف البطوله اصلا. ما انا عارف. يعني الناس بتقول لك باسم لعب اول سنه بس 2014 2015. لا انا جبت 53 جول مع الزمالك. انت فاهم قصدي؟ فاهم. ف... بس هي دايما السنه الاولى دي بس هي اللي معلمه مع الناس يعني، عشان فيها دوري وكاس. وفيها دوري وكاس وفيها اهداف بس خد جميله بالك قوي. انا عايز اقول لك على حاجه. يعني السنه اللي بعدها انا لعبت قدامك السنة اللي ماتش بعدها؟ المصري والزمالك في اسماعيليه، الجون اللي انت خدته بشمالك كان في عواد. كان في عواد، جون جميل جدا. يعني هي السنه دي عشان انت كسرت الدنيا فيها، فالسنه دي اللي معلقه مع الناس. ماشي، بس انا اقول لك تاني سنه جبت كام جون؟ السنه الاولى جبت في الدوري مثلا حوالي حاجه و20. 18 جون. السنه اللي بعدها جبت 17 جون، بس ما خدناش الدوري. بس خدنا ايه؟ الكاس. انا جبت في الكاس ايه؟ جونين. تاني تمام. السنه الثالثه خدنا سوبر. ايه اللي حصل؟ لعبنا نهائي افريقيا. كل الادوار التمهيديه بتاعت افريقيا انت الهداف. انا كان اللي جاب فيها جون كلها. انا فاكر. ما انا انت فاكر فاهم السنة قصدي؟ دي. ايوه فاهمك. فانا رحت للمستشار مرتضى. قول لي بقى التفاصيل. قلت له انا عايز امشي. قال لي ايه؟ والله العظيم قلت له انا عايز امشي سنه وكده ومش عارف ايه. ما رضش عليا، سابني ومشي. ورحت له الدقي، يجي من الدقي يروح على النادي، اروح له النادي، يجي النادي يروح على المكتب بتاعه. طب ليه التاني. الاصرار ده؟ انا كان جاي لي عرض وعايز امشي، عايز اسافر. تروح فين؟ كنت اروح اليونان.
احتراف يعني. احتراف بس انا عايز امشي سنه وهرجع كده، انا عارف اني هرجع. بس يعني فاهم، الثلاث سنين دول كانوا ضاغطين قوي 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 يا احمد، مش متخيل الوقت ده كان عامل ازاي. اخر حاجه قالها لي بص، باسم الحاسم عايز يمشي من الزمالك ويروح، كنت انا العرض اللي انا مقدمه ببلاش، هتنازل عن كل فلوسي وامشي اروح الزمالك ما ياخدش من ورايا فلوس. قلت له عشان خاطري انا عارف انك بتحبيني، انا ابنك مش عارف هيسيبني. المهم يعني اقتنع وسابني. رجعت في شهر واحد، جه الكابتن طارق يحيى، رجعت خلاص كنت تمام. هتأيد، قال لي اقعد وانا هأيدك. في شهر واحد كان جروس ولا سنه الكونفدراليه دي. مم. جه الكابتن طارق يحيى قال لي المنتخب مش لازم تيجي معايا سموحه. كل ما يكلمني كابتن طارق قال لي انت، انا مش هقدر اكلم مستشار مرتضى، روح انت كلمه. رحت اكلمه قال لي تاني طب ما انت لسه رايح اليونان باسم ورجعت. باسم الحاسم عايز اروح سموحه. اقسم بالله حصل. قلت له معلش يا فندم، كابتن طارق مش كابتن طارق. مشيت، رحت مع كابتن طارق بقى فين، سموحه. اول ماتش خسر 4-0 ومشي. يعني يا ريتك ما رحت، يا ريتك ما لا رحت. وبص بقى، جه مدرب مش عايز اذكر اسمه، اهلاوي، قال لي اتخلي، اول كلمه قالها لي قال لك ايه؟ كان بعت يقعد مع كل لعيب. تمام. انا جاي من الزمالك بقى يعني ما لا فيهاش كلام، وجاي نجم برضه، ما انت فيهاش باسم كلام، ما مرسي فيهاش معلش كلام. برضه. قال لي بص يا باسم انت مش الاول، مش ترتيبك الاول عندي. قلت لسه رايح النادي، ما انا كده كده هلعب مع الوقت. كان حسام حسن لسه صغير، حسام بتاع اللي بيلعب دلوقتي في حسام، سموحه. ما انا عارف حسام. انت فاهم قصدي، ان شاء الله هلعب يا كابتن مش عارف ايه، مع الوقت انا هلعب. قال لي لا انت مش التاني. قلت له انا كام؟ قال لي انت التالت. ده كان في ده هاف اهلاوي، ما عندنا، تقول لنا يا عم مين ده؟ مين كان واحد؟ في هاف مين عندنا ده؟ واحد ابو عادل عبد الرحمن. قال لك انت التالت؟ قال لي انت التالت. يعني انت شايف ان هو ما قيمكش على الملعب، قيمك هو عشان انت مش هو زملكاوي؟ لسه لاحق شافني يا ابني لسه جاي. اه. قال لي انت ترتيبك التالت. ديريك ده كان هاف اصلا. قلت له ايه بقى بس؟ سيبته مشيت. اقسم بالله سيبته مشيت، ما قلت له بص احنا ما بنقولش اي حاجه. لا، سبته ومشيت. سيبته مشيت. طبعا كان بيحصل بينا شد وجذب بتاع في الاوضه وبتاع، فاهم اللي انا برضه فاهم اللي انا، انت برضه انت ما تقللش مني، عيب انا مش صغير، طبعا. وانت برضه مدرب ليك احترامك. يوم ما كان جاي هيمشي كان خلاص هيلاعبني. ومشي مشي ما عادش 4 ماتشات ومشي على طول، بدري بدري ما خدش وقت. انت فاهم قصدي. جه مين بقى؟ كان راح اللاعب قال له ايه بقى، مم. قال له بص، كان اللاعب ده بيمشي معايا على طول يعني. مم. قال له اوعى اشوفك ماشي معاه. اقسم بالله اللاعب طبعا جه قال له كابتن عمل حاجه. مم. قال له انت باسم متاخر على التمرين مثلا، مم. باسم مثلا ما بيجيش بدري، باسم مش ملتزم. قال له هو كده وخلاص، لو مشيت معاه مش تلعب. لا حول ولا قوة. والله العظيم حصل. اللاعب اللي قال لي اصلا، اللاعب اللي قال لي قال لي انت عارف الكابتن قال لي كذا كذا كذا. قلت له يا ابني بص ابعد مش عني، معايا، ابعد عني، ابعد عشان عني. ربنا يوفقك يا عم. انت فاهم قصدي. كويس انت بتحكي برضو الكلام ده عشان الناس تعرف ان في عقليات لا صعبة. لا لا المدربين بنقابل عقليات صعبة صعب. وبنقابل. لا المدربين صعبين قوي يا احمد، بتوع صعبين جدا، بتوع مصر دول صعبين وخد بالك بيحبوا ويكرهوا، فاهم. المدرب لو حبك خلاص. وربي العزة لملعبك كل الماتشات حلو او وحش، والادارات نفس القصه، متحملك. والادارات نفس القصه. مم. في بعض الادارات نفس القصه، طبعا في ادارات انت ما بتحبهاش، مين انا؟ بس انا بحبهم. يعني انت لازم يعني عشان الاداره اللي انت ما عشان بتحبهاش بقى سبحان الله. إيه؟ هنا بقى اما ايه، يعني في ناس انت مثلا اداره ممكن تكون انت مختلف معاها مثلا، بس معايا كويس. ايوه عادي، ما هو انا حب. بقى انا هو كلاعب مثلا، هو حب الكوره عادي. انا كلاعب بقى مثلا ايه، مش عشان احمد صاحبي فاكره الاداره، لا 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 هم معايا كويسين، لا خلاص. بس مش مع احمد كويسين، انت انا مش مالكش دعوه. دعوه، اهم حاجه هم بيعاملوك ايه. بس كده دايما كنت اقول للعيبه وانا كده، متفق معاك، دايما وأنا كنت اقول متفق للعيبه معاك. كده. يعني انت عشان في الحته دي انت ندمان على رحيلك من الزمالك. طبعا شافوا قرار غلط، طبعا غلط. كان لازم تقعد. يا ابني لو كنت قاعد في الزمالك كنت الزمالك لحد دلوقتي موجود يا احمد. في واحد يجيب 53 جون يمشي بعد 3 سنين. طب انت مين يا باسم اللي كان بياخد لك القرارات دي؟ مين؟ انا. انت. والله حرام عليك، انا والله. والله حرام عليك. بس احمد انا شخصيه ما حدش يقدر ياثر فيها بسهوله، فاهم. مم. اما بس انا كنت صغير، خد بالك كان عندي 25 سنه. ما انا عارف. يعني انا وفجاه كنت، لقيت نفسك. خد بالك انا كنت صغير وكنت يعني أنا مثلا لو دلوقتي مثلا عقليتي اتغيرت 180 درجه. يعني ما كنتش تمشي. لا مستحيل يا ابني، كنت زمان عدى الكابتن عبد الحليم علي. مم. لو انا كنت قاعد في الزمالك كنت زمان بقيت هداف تاريخ الزمالك. ايوه، على المعدل اللي انت كنت طبعاً. ماشي بيه. انت بتقول اول سنه جبت 17 جون، تاني 25 جون 24 جون بالظبط في سنتين. في سنه. 24 جون في اول سنه. أول سنة. وبعدين تاني سنه 18. 18 جون او 17 وبعدين جون. تالت سنه اللي هي اللي ما كانتش 13 أفضل حاجة، جون. 13 جون. لو كنت شوف كملت بقى الارقام. يعني انت لو كنت لا والله بجد، يعني اللي لو انت بيجيب، كنت كملت على بص، المعدل ده. اللي بيجيب 6 جوان دلوقتي تمثال. اقسم بالله. انا بقول لك ده لو كان بيلعب جنبي مين بقى، مين. كان هو لاعب دلوقتي، هم لعيبه جامده. مم.
دلوقتي هم لعيبه جامده، بس كانوا لسه طالعين صغيرين. كان الشامي وعبد الله جمعه فاكرهم كانوا لسه جايين. كانوا بقى صغيرين بقى، كانوا وعبد الله كان بيلعب باك ليفت في المصري، والشامي كان لسه صغير. الشامي ده انا بحب الشامي، خد لا بالك لا، هو لعيب كويس هو لعيب جدا كويس، الشامي لعيب جدا. كويس بس كان لسه صغيرين. ما انا كان بيلعب تحت مين قبلهم بقى؟ مم. احمد عيد، اه ايمن الموت، حفني، الموت يا نهار ابيض، شيكابالا. يا نهار ابيض على الثلاثه اللي انت قلتهم دول. شفت بقى كان بيلعب تحت مين؟ ايه ده، ايه الكواليتي اللي اه تحتيك ده؟ طبعا طبعا جامدين جدا. احمد طبعا. عيد من، خلي بالك، من اللعيبه اللي انا يا بحبها ابني اكتر جدا. اكتر واحد مثلا عمل لي جوان الوقت ده احمد عيد. ده لا، كابتن احمد عيد كان جناح يعني، جناح لا اسطوري وكان بالنسبه لي بيحب يباصي وكان بيحب يلعب. وكان جدا. مصطفى فتحي صغير. وجريء لا وكان وبيعدي. مصطفى فتحي صغير. مصطفى لعيب، انا بالنسبه لي مصطفى فتحي من افضل الاجنحه الموجوده في طب هو مصر. اصلا من افضل الناس فعلا الموجودين. بصراحه مصطفى فتحي يعني حاجه. عايز اسالك على حاجه باسم كده، اسئله سريعه وتقول لي مين اكتر مدرب كرهك في الكوره؟ والله مش اكتر واحد، بص يعني مش اكتر واحد. هما في، انا بحبش المدرب احمد اللي المنافق. امم في مدربين منافقين، امم معاك بكلام ومن وراك ومن بحق. وراك بكلام. انا ما بحبش بقى المدربين دي خالص. انت ممكن يكون شايف بس مش جاي، مش حلو، ما تلعبنيش. قول لي في وشي. قول لي، قول لي بس انا مش هلعبك عشان في فلان احسن منك. صح. عادي جدا، ولا هقول لك حاجه. في مدربين يحبني اروح اكلمه اقول له يا كابتن انا عايزك تلعبني، عايزك تقف جنبي. انا بقى مفيش الطبع ده. انا عارف ان انت قعدت معايا سنه في بص البنك ما مستحيل. بتتكلمش، عايز تلعبني لعبني، مش عايز مش عايز تلعبني تلعبني انت حر، انت حر. براحتك. كلامك مظبوط، انت انا عشتها فاهم. معاك يعني. ففي مدربين بيتضايق من القصه دي، ده لازم يجي لي يقول لي ما تلعبنيش ليه ومش عارف ايه. ما تلعبنيش. مين بقى اكتر واحد؟ يعني مش اكتر واحد بعينه، مش عايز اه، اقول لك اسماء والله. الناس بتحب مش الاسماء، عايز كل. عايزين الناس عايزه تعرف التفاصيل. بص انا هقول لك ان الناس اللي انا اتبسطت معاها يعني اتنين تلاته. لا، اللي اتبسطت معاهم هسألك مين اكتر واحد ضايقك، مثلا نقول كابتن عادل عبد الرحمن ضايقك في لا لا سموحه؟ والله، لا لا كتير يعني. مش كابتن عادل عبد الرحمن برضو كان جاي، ممكن يكون هو حد قايل له موجه حاجه، عليكم. حد مش، لكن هو راجل شخصيه كويسه يعني، لا مش هو شخصيه محترمه وكلهم اه. لهم كل الحب والاحترام، احنا بنتكلم بس في الشغل. هو احنا يعني، بنتكلم في الشغل دلوقتي. وخد بالك برضو هو مدرب يعني مش وحش. انت متخيل؟ يعني رغم ان هو عمل معاك كده بس لا تقول ده مش مش وحش، بس هو محتاج يعني ياخد فرصه برضو. طب مين اكتر مدرب حببك في الكوره، حسيت ان هو بتستمتع عايز العب، عايز الماتش يجي؟ فريرا. فريرا. ايه اكتر هدف سجلته قريب لقلبك انت بتحب تشوفه على التلفزيون؟ يعني انا مثلا كنت من كام يوم كده مع الكابتن احمد حسن، عرضوا لي كده كام هدف قبل الحلقه في البرومو، ففي حاجه كده قريبه لقلبي. إيه انت اكتر جون قريب لقلبك ايه؟ والله وانا احنا، هقول لك اكتر جون انا بحبه خد لك بالك ايه. انا عايز اقول لك لان انا. خلي بالك انا عايز اعرف حاجه قبل ما اقطعك، انا عايز اعرف الناس ان انا اصلا يعني بحبك حبيبي يا عم. ومعجب بلعبك من ايام ما انت كنت في حبيبي الزمالك وانا في المصري. لا انا شايف باسم مرسي حاجه خارق. حبيبي يا صاحبي خارق. يعني انا والله. مثلا لما يجي مثلا يسالوني ده بياخد 100 مليون، اقول لهم ليه يا جماعه بيعمل ايه يعني؟ انت لو كنت خدت الرقم ده ساعتها، لا انت بتعمل حاجه، بتاخد على صدرك وبتحط بوش رجلك. يا راجل ده لسه شايف لك جون على الفيسبوك من كام يوم في الاسماعيلي، استلمت الكرة كده وقمت عامل كده وقمت راجع. في الحضري. ايه ده؟ بجد باسم الكابتن اجوانك عصام. كمان يا باسم، اجوانك كمان. عارف انت في فراوده اجوانها بقعد انا اركز معاها، ده جايب اجوان ضربات جزاء كتير، ده جايب اجوان فولو، ده بالعرض والجون فاضي. لا انت اجوانك صعبه. ايوه. يعني انت قول لي ايه احسن جون ليك وانا هقول لك احسن جون بص ليك انا بالنسبه انا لي. في جوان بحبها ده جون بتاع حرس الحدود، اللي هو انهي؟ اللي خدته على صدره وعملت باكورد. والله العظيم وده، ورحمه ابويا كنت عشان هقول لك الجون. عشان ده جون لا لا مش ده، اي حد يعني. جون ده لا، الجون فرود. انت اعرفك ان انا كنت هقول الجون ده، انت كان في اتنين في ظهرك. ايوه. انت عملتها ازاي؟ هقول لك انا انت قبلها عملتها ازاي انا والكروس ملعوب لك؟ بص انا قبلها كنت دايما بشوف فيديوهات مثلا لجوان من دي كتير، لمين بقى؟ للعيبه في اوروبا كتير. مم. وانا اصلا انا جسمي يعني انا مرن يعني، بعرف اعمل باكورد، بعرف اعمل دبل كيك يعني. اه وفي التمرين في الوقت ده امم والله العظيم بعملها على طول، على طول. فاول ما جات لي، بس هي ساعدتني برضو بصراحه. مم. يعني انا لما استلمت على صدري الكره طلعت، اه ما جاتش كده، اه الكره طلعت فوق. اه فخلاص خدت القرار. هي خدت قرار على طول في ثانيه يا احمد، وسبحان الله راحت في حته. مستحيلة بس عايز اقول لك حاجه برضو يا احمد، التوفيق مهم في الكوره. جدا، جدا يا باسم. يعني الكره دي لو انا استلمتها، هو يعني الفكر ذات نفسه
مش اي حد يفكر فيه. طبعا. بس الكرة ساعدتك ان الكرة بس انت طلعت برضه فوق. باسم في اتنين في ظهرك برضه، يعني ماشي صعبه ماشي. صعبه ما جدا. هو انت برضو يا احمد في التوقيت ده، انت بص يا احمد، انت لو عارف انك انت جامد وعندك ثقة هتعمل اي حاجة. صح. اكتر حاجة تهز لعيب الكرة يا احمد الثقه. الثقة. صح. طب والثقه دي يعني بتجيلك شفت منين يا شفت باسم؟ اللي احنا الثقة دي بتجيلك من عوامل كتير. انت اصلا لازم يكون شخصيتك بره الملعب قوية، امم. ما تتهزش بسهولة. انت فاهم؟ مع بقى مثلا مدرب بقى مساندك، مع اداره مديك وضعك، امم. مع لعيبه بتبص لك نظره ان انت لعيب جامد. صح. انت فاهم قصدي؟ كلامك صح. ودي تشوفها اكتر في الفراوده. يعني مثلا انت كنا لسه بنتكلم مثلا دلوقتي على تريزيجيه او زيزو، هم مهزوزين مهزوزين انت شايف ان هم مهزوزين؟ مهزوزين طبعا. انا ليه؟ لعبت مع تريزيجيه، ليه؟ تريزيجيه لما بيعمل كده ويعمل دي مم. الار 2 دي الناس كلها بتتريق عليه دلوقتي، ده مم. جون. هو دلوقتي بيحاول يعملها كل ماتش 3 4 5 مرات. وما بتجيش، ليه؟ بتروح في المدرج. عشان هو بيعملها مركز في اللي هم هيقولوه. طب انت شايف ان زيزو وتريزيجيه، انت يعني اللي فتحت الموضوع، مهزوزين ليه؟ ضغط الجمهور. طب ما هم هو جديد عليهم؟ ده آه. زيزو بقاله 5 سنين في 6 سنين في بص الزمالك. اقول لك حاجه، تريزيجيه ما انتقدش قبل كده من جمهور الاهلي. يمكن دي اول تريزيجيه طول عمره بيتعامل اللي هو لعيب ناشئ ولاعيب صغير قبل ما يخرج. قبل ما يخرج. مم. دلوقتي انت النجم، انت الكبير، مم. انت اللي هتشيل. هي دي بقى احمد اللي أنا كنت بقول لك عليها دي. وانت صغير الناس بتعدي لك، بتفوت لك، لسه ناشئ لسه صغير، مم. بتعدي لك حاجات كتير قوي. لو عملت 30% و40% من مستواك عادي، ناشئ. ناشئ هيجي مع الوقت. صح. لكن انت دلوقتي الطب، فاهم قصدي؟ مم. فانت لازم تبقى خارق، لازم تعمل كل حاجه صح. ما ينفعش تباص، ما ينفعش تعمل ميس باص. مم. زيزو نفس القصه، مهزوز. لسه رايح الاهلي، الناس كلها بتتكلم عليه، الناس مم. كلها بتتكلم الزمالك، مع ان زيزو ماشي كويس. انا وجهه نظري كويس فيه. زيزو في 5 ماتشات جاب بتاع جونين وعامل جونين، ماشي. فدي ارقام مش وحشه في الليل. احنا بص يا احمد، احنا بنتكلم فير. ماشي يا باسم، زيزو مش ابن اختي. ماشي، ولا هو قريبي وانا بحبه جدا على بس فكره، بس معلش وانا جايبك معلش انا حالتي الفرقه ازاي؟ ماشي، ما انا جايبك، بس معلش بس عشان نكون واقعيين مع الناس، انا جايبك ومش هقول انا بديك كام، الناس كلها يعني اعلى عقد في مصر عشان تجيب لي جونين. انت كل ماتش تنزل تجيب وتعمل. ما انا يا احمد برضه عايز اقول لك على ايه اللي حاجه. يا احمد؟ امبابي اول ما راح المدريد عمل ايه؟ ايه؟ امبابي اول ما راح المدريد، انا بديك مثل بعيد عننا احنا خالص. مالنا ومال الناس دي يا رد بس باسم؟ لا يعني خلينا في مصر، بس ما احنا هنا غلابه، خلينا في مصر. عشان ما نظلمش اللعيبه يا برضه. عم خلينا في مصر. ما عشان ما ما نظلمش انت ما تقوليش اللعيبه. ماشي كويس برضه يا باسم، انا من ليه وجهه يا نظري ابني زيزو برضه جاب كام جون؟ جاب جونين. عامل كام جون؟ عامل جونين. طيب يعني ماشي. مساهم في 4 تجوان. ماشي، لعيبه بتاخد 5 يا مليون وجايبين حبيبي 3 4 تجوان يا باسم. حبيبي حاله الفرقه عامله ايه؟ يعني هو ولا اقول لك مثلا واحد زي اشرف بن شرقي. ده اشرف بن شرقي مغمى عليه، مش شايف؟ طيب ده مغمى عليه بقى رسمي. يعني في حاله السوق انت عارف اشرف بن شرقي من ساعه ما جه الاهلي عمل ايه؟ عمل التقديم الاعلان. يا عم لا، اشرف لعيب كبير. والله لا هو لعيب هو لعيب كبير، لا هو لا لعيب لا لا، بس كبير. عشان بس انا ما بحبش اتكلم على هو الزمالك. لعيب كبير. اشرف لعيب جامد وما خدش فرصته في الاهلي. ما خدش ايه؟ اقسم بالله ما ما هو خد بيلعب فرصته. يابا. بيلعب ايه يا ابني؟ ده كل الماتشات يا بره السكور يا بينزل احتياطي. يعني اشرف بن شرقي شيله كده وديه الزمالك دلوقتي. مارادونا ليه؟ عشان بيديله وضعه، بيديله الامج بتاعه، وبيديله اللعب كتير. يعني انت كل ده والاهلي مش مديك وضعك لا مش بالتقديمات دي يا ابني سيبك من التقديمات يا وبالعقود احمد. دي؟ يا احمد اللعب هو اللي بيديك وضعك. انت دلوقتي اشرف من ساعه ما جه ما مهزوز لعبش. برضه؟ مهزوز؟ لا اول ما كان كويس كان يا ابني، اول ما جاب جون في الزمالك طيب اللي كان ماشي بدماغه، كويس جدا، اللي بدماغه. وبعدها كان ماشي كويس. ماشي. جه المدرب ده قعده ما لعبش خالص لحد دلوقتي ما لعبش. بينزل يا باسم يا احمد بس بينزل. حتى اشرف لما بن شرقي بينزل. ما ينزلش. اشرف بن شرقي ما يقعدش اصلا، ما يقعدش صح. انا بكلمك فير. انا بص، ماشي، انا دي وجهة نظرك، انا بقول ما وجهة فيش نظري. مشكلة، دي وجهة اشرف لعيب نظرك. جامد ولاعيب حريف. انا على فكره ما حضرتوش الزمالك، بس هو لعيب كبير ولاعيب حريف. دي وجهة نظرك في الموضوع. وتريزيجيه لعيب جامد جدا، وزيزو لعيب جامد جدا. انت بقى لك وجهه نظر تانية انا مش دعوه بيها. هو انا ما قلتش حاجة، الثلاثة لعيبة جامدين، بس انت اللي بتقول ان هم بيمروا فترة مش كويسة. انا قلت لك الفريق كله ولا هم بالفريق بهم، بس هم مين النجم؟ امم مين اللي شايل الليله؟ هم عشان هم النجوم. فاهم. بس في ناس تانية متداريه، بس الناس المتداريه دي اسوأ منهم 3000 مره. بس متداريين. زي مش مين؟ هذكر زي حد. مين اللي متدارين؟ يا عم ما بحبش اذكر اسماء، ما بحبش انا اتكلم على حد من زمايلي لعيب. وهو احنا بنتكلم على حد؟ يعني ما بحبش انا كده في الاول والاخر لعيب. فانا بحب اما بطل بقى ان شاء الله ابقى بص، يبقى نقعد انا وانت اقول لك بقى كل حاجه عشان ما ينفعش يعني، فاهم؟ ربنا يكرمك يا باسم. عايز اقول لك حاجه، كان في كام تصريح ليك كده في الفتره الاخيره عملوا جدل جامد قوي على السوشيال ميديا، وعملوا جدل جامد في الوسط الرياضي في مصر، ومش عايز اخضك واقول لك ان هم عملوا جدل في الوسط الرياضي في ليبيا.
انا يعني انا رايح التمرين، انا طبعا متابعك، انت عندي انا وانت من اقرب الناس لقلبي يعني، حقيقي. واخويا طبعا. انا طبعا انت عندي على الانستجرام، وعبد الرحمن مجدي طبعا اخويا وحبيبي وعندي. فانا رايح التمرين في ليبيا، قالوا تعالى في إيه يا جماعه؟ شفت اللي باسم عمله؟ قلت لهم عمل ايه يا جماعه؟ هو دي ليه وجهه نظر وبتاع. فانا عايز عايز اقول لك حاجه بدون ما انا كنت في السعوديه وقتها. مم. انا الناس السعوديين بقى بيقابلوني يقول لي انت عامل ايه في. احنا طبعا هم في ناس متعرف بس بيقول لي احنا بنشوفك على التيك توك وتشوفك على الانستجرام وعلى السوشيال ميديا المصريه، انت هربان من حاجه. اه لا بجد يا باسم، عايز تذكرش اسالك، اسماء حد عايز بس. اسالك في الموضوع ده. لا مش هقول اسماء حد والله، وكل الناس يعني محترمين واخدنا كبار. انت شايف ان انت جيت في تصريحاتك على الشخص اللي انت اتكلمت عليه ده شويه؟ خالص. والله العظيم الناس ما تعرف الا إيه الموضوع يا أحمد. مم. انا لو حكيت لي الناس الموضوع اللي حصل معايا، مم. صدقني الناس بتتكلم. انا يا احمد عارف اللي هو ايه، انا ما شفت كل الناس اتكلموا دول. شفت. اللي عايز يركب ترند، واللي متغاظ من باسم، واللي عايز يبقى اعلامي يطلع لي يكلمني كلمتين، اللي بتاع بيراميدز ده يطلع يكلمني كلمتين عايز يبقى بعد في المستقبل اعلامي تفاهم ومثقف والكلام ده. الراجل ده، الشخص اللي بتتكلم عليه ده، عمل معايا حاجات صعبة جدا مم. جدا. في وانا لو المعامله. اتكلم في في المعامله. معاملة وكان عايز يأيد ناس علي، انا مش عايز ادخل في بس في تفاصيل مم. عشان انا في شخص مش عايز اجيب سيرته عشان انا بحبه. مم. انت فاهم قصدي؟ مم. هو اذاني جامد. بعدين انت لو اذاك راجل عايز اذاك تمشيني، نفسيا ولا انت اذاك لو في راجل الملعب؟ عايز تمشيني، مم. انت جاي انت جاي تروح تمشيني قبل كده بيوم. حركه وحشه أوي. ايه يعني طب انت ليه؟ انت ليه؟ ايه في كيفك عايز تضرني يعني؟ انت ليه؟ عايز تبطلني وتقول انا اللي بطلت باسم مرسي زي ما عملت قبل كده مع اللعيبه اللي هي برضو طلعت اتكلمت عليك، قال لك انا بطلت فلان وبطلت فلان وبطلت فلان، طب وهو بيقعد ده يقول لنا يعني، كده. طب هو ده مرض طب ودي يعني حاجه الواحد يا تدعو ابني. للفخر يعني هو لما يعني؟ بيجي يضرب مثل، انا ما حدش انا فلان الفلاني، انا ما حدش اللي بقول عليه لا بيبطل بعدها على طول، يعني بيضرب مثل يعني قدام اللعيبه، مم. حصلت كذا مره. قال لكم كده في اوضه ايوه اللبس ايوه مثلا يعني؟ ايوه. فقال لك مش عايز اذكر عشان اسماء بكلام يعني. مم. بس بس انا معلش مع احترامي يعني، ولا انت ولا 10 زي حالاتك هيبطلوني كوره. مم. انا يوم ما هبطل انا اللي هاخد القرار، انا بطلت يوم ما عايز العب هلعب. انت فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. خد بقى المفاجاه. ايه المفاجاه؟ شهر واحد اللي انا احمد مشيت فيه ده. هو مشاك قبل القيد بيوم؟ تفهم. طب مين اللي كلمك قال لك الكابتن أه، فلان مشاك من الجيش؟ لا مش مشاني يا ابني، امال؟ حصلت مشكله جامده جدا مع رئيس النادي وما كانش حد في النادي موافق خالص. انت بتقول هو مشاك ما قبل يوم هقول لك القيد اهو بيوم؟ هقول لك اهو. فاهم. مين هو كلمك في التليفون؟ بلغ اللي انا مش عايز فلان، مش عايز باسم. بلغ الاداري ولا رئيس النادي؟ رئيس النادي اه قال له مش قبلها عايز باسم مرسي. بفتره قليله قوي يعني. تمام. فرحنا قعدنا وبتاع ومش عارفه ايه. انا رحت جبت عرض رئيس النادي، عرض رسمي من فرقه، اللي انا العرض ده قال لي انت مش ماشي خلاص، رئيس واتكلمنا. النادي قال لك رئيس مش النادي انت ماشي؟ مش ماشي، اتكلمنا ومش عارف. هو راح قعد مع رئيس النادي وقال له يا فندم انا هعمل لك اللي انت عايزه كله، واللي انت الكلام ده انا عرفته بعدين يعني. خد تمام. بالك رئيس النادي راجل منتهى الادب والاحترام، مم. اللي هو محمد، حد شخصيه محترم محترمه جدا، انا جدا عارفه شخصيه محترمه وراجل جدا. نضيف وحاجه يعني هايله. وبصراحه كان اللي هو ايمن راجل حته سكره برضه. تمام. اللي هو ايمن ده حد يعني اتشرفت بمعرفته والله. ناس محترمه بصراحه، بتوع طلع جيش ناس محترمه. فالراجل قال لي مش هتمشي، انا قلت له معايا عرض رسمي، قال لي خلاص سيب الموضوع انت مش ماشي. المهم يعني خلاص انا كده كده بتمرن، حتى لو انا مش هتمرن مع الفرقه انا كده كده موجود. طب وانت مش هتتمرن مع الفرقه ليه؟ اسمعني بس. عشان هو اللي خلاص بقى قال مش. اما رئيس النادي راح اتكلم معاه خلاص تمام. خلاص موضوع انا عرفت الموضوع خلصان، ان انا خلاص انا موجود في النادي. جه قبل النادي بيومين. قبل القيد بقى؟ جيت قبل القيد بيومين. اه. خد ناس وطلع رئيس النادي. انا مش عايزه. الله. انا يا فندم الفرقه هتبوظ والفرقه هيحصل طب والفرقه طب وانت هيحصل مبوظ فعلا؟ وشكلي اقسم بالله يا ابني ما حصل. ده انت ساله، انت عارف عمل. انت اغلب طب من خد بقى الغل. المفاجاه. ده انت اغلب من الغل. سالوا مفاجاه. خد المفاجاه. ايه المفاجاه؟ سالوا اللعيبه. راحوا سالوا اللعيبه. طب باسم بيعمل حاجه في اوضه اللبس، واللعيبه تشهد على الكلام ده. مش عايز اقول لك بس اسماء اللعيبه عشان ما احطهمش في حرج. لا لا ما تذكرش اسمه. طب باسم قالوا له يا فندم يا جماعه والله العظيم باسم بيعمل حاجتين. بيجي يغير ويتمرن، وبعد ما اتمرن بينزل الجاكوزي التلج، ياخد بعضه ويمشي. زي ما كنت معايا في البنك. بالظبط ما نفس بيتكلمش مع مخلوق، ولا حتى اما بيجي يتكلموا على اسلوب لعب ولا تكتيك ولا بيمشي. مم.
ملوش دعوه. ما انا اتقرصت بقى. ما انا فاهم. ما انا كل ما اروح فرقه يقول لك ده باسم معاه شله، معاه شله. انا هقعد اوجع دماغي. فيا باشا ما كانش يدعم بحد خالص يا احمد. المهم اخد ناس وطلع لرئيس النادي قال لهم انا مش قال له انا عاوزه. مش عايزه، راح شايلني بالكده قبل الكده بيوم. طب وهم فسخوا لك عقدك يعني لا ولا هم كلموني قالوا لك ايه بقى؟ بصراحه، هم ناس، عشان كده بقول لك ناس محترمه، اه عشان كده ناس محترمه. عرف الناس، كلموني عرف قالوا لي تعالى اللي انت عايزه، شوف انت عايز ايه واحنا نعمله لك، بس بعد ما اتشلت من القايمه. اه. انت فاهم طب ما قصدي؟ انت كنت جايب عرض سبحان الله قبل هو ده ما بقى اللي ضايقني، ده اللي زعلني، حاجه تضايق. ده اللي زعلني. بس فقلت لهم خلاص، طالما الناس تعاملوا معايا عشان خاطر اللي هو محمد وال... واللي هو ايمن وكده، انا مش ماليش اي طلبات. بس الموضوع خلص. بس حقي انا هاخده بطريقتي. ما انت خدته ما انا بس. خدته بقى ما انت خلاص. خدته خلاص. ما انا خدته انت بقى. خدته. ما حقي انا خدته. اه. انا لو ما كنتش خدت حقي كان ممكن يحصل لي حاجه. بس انت قلت كل كلمه انت تتسأل عليها قدام ربنا حصلت. لا ايه؟ انا قلت مثلا 60%. لا انا اقصد يعني الكلام اللي انت قلته ما هو صح. ده 60%. ما أنا كان في كلام لازم اقوله كل ده تاني. 60%؟ اه والله لا العظيم. كفايه، ما تقولش اكتر من كده بقى. ما انا مش هقول. ده بس والله ده العظيم. الناس، ده الدنيا في ليبيا اتقلبت. خد بالك والله العظيم، انا عندي حاجات وحياة ولادي، انا عندي حاجات لو قلتها لا اقلب مصر، لا لا. وبدلائل وبكل حاجه. لا لا بس انا يعني عارف اللي هو ايه، انت اكبر من كده. هفوت تبقى عشان بما يرضي الله. انت اكبر من كده وانت عارف اللي هو ايه، خلاص الموضوع خلص وانتهى، وانا مش عايز اتكلم بقى، انا خدت حقي بطريقه انا شايفها. بس انت الناس بس بقى انت حسيت بظلم كبير. ها؟ يا ابني انت عارف هتمشي قبل كده بيوم، توجع. وانا جايب لك عرض رسمي. توجع انت راجل انت عايز تبطلني. اه. انت بتاذيني انت مش بتاذيني انا، انت بتاذي ولادي، بتاذي زوجتي، بتاذي اهلي. هو انا احمد، انا عايز اقول لك حاجه برضو، هو انا لو فاتح، انا لو باسم مرسي باخد الفلوس مثلا من نادي او من شغلي اصرف على نفسي انا لا عادي. في لكن في ناس مسؤوله منك. في عيله كامله وراك، آه. في كام اسره اسر كتير. الناس مفكره انت تاخد تصرف بقى على نفسك. لا طبعا، وغير الالتزامات اللي عليك واقساط ودول. يا عم واهلك وامك واهلك وعيلتك ما الناس دي برضو ربوك وكبروك وادوك طبعا ليهم فلوس فضل عليك، ليهم فضل عليك بعد ربنا احنا سبحانه مهما وتعالى. هنعمل مش هنرد لهم. مش هنرد لهم 10% من اللي عملوه. صح. فانت بتأذي الناس دي برضو. كلامك صح. انت فاهم قصدي؟ فاهم قصدي. فالناس بتتكلم على اللي هي بتسمعه وشايفاه. لكن يا اخويا والله العظيم اخوك اتظلم في القصه دي جدا. بس عايز اقول لك ان كل الناس كلام على السوشيال ميديا، انت عارفني ولا في دماغي. ما انا انت اصلا ما عندكش فيسبوك، الناس ما تعرفش. عارف اللي انت هو ما إيه؟ عندكش فيسبوك وبعيد عن السوشيال ميديا يكاد يكون والله يعني. العظيم اقسم بالله ولا هزوا. اشخاص كانت بتكلمني تقول لي ايه، اه. كانوا قلقانين يعني. عبد الرحمن مجدي، قال لك ايه؟ عبد الرحمن مش متعود، عبد الرحمن محترم قوي. انت هو عبد اصلا الرحمن ما غلطش خالص في الحلقه، خد بالك. هو عبد الرحمن بس كان متفاجئ من الكلام اللي انت بتقوله. هو عبد الرحمن اصلا عمال يردني، الناس مش عارفه الناس بتهاجمه ليه. عبد الرحمن عمال يقول لي لا يا كابتن بس فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا، هو بيدافع. ما انا عارف ان هو بيدافع. فهو مصدوم، الناس بتتكلم عليه. ما هو الناس انتقدت عبد الرحمن في ايه؟ عبد الرحمن طبعا اخويا وحبيبي وعشره عمر يعني. شخصيه جميله جدا. انا برضو اتشرفت ان انا طلعت مع عبد الرحمن يعني. عبد الرحمن الناس قالت له انت ازاي اصلا تنزل الكلام ده؟ انت فاهم قصدي؟ انت عارف عبد الرحمن قبل كده عمل حلقه مع لعيب وقال في مدرب كذا 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 وما قالش اسم المدرب. عارف الناس عملوا مع عبد الرحمن ايه؟ عملوا ايه؟ هاجموه وشتموه. عارف ليه؟ عشان قالوا انت كنت لازم تخليه يقول اسم المدرب. انت كده عممت. صح. فالناس يا حبيب قلبي ما بيرضاش الحاجه. صح. اوعى تمشي ورا كلام الناس. صح كلامك مظبوط. لكن انت شايف ان انت قلت اللي كان جوه قلبك مع عبد الرحمن، قلت اللي انت حاسه تجاه الشخصيه دي. يا عم حرام عليك. والله ما كله. كفايه بقى. لا بس هيجي وقت اقوله. لا انا رايي ما تقولش بقى. لا هقوله. كفايه قوي بقى. لا هقوله. يا عم كفايه كده. هقوله بس في وقته. حسن بقول لك يا حبيبي، كان في برضه تصريح ليك مع الاعلاميه المتالقه سهام صالح. التصريح ده برضه قلب الدنيا لما انت بتقول لها احنا كنا بنكسب ولاعيبه الاهلي بتفرفر في الاوضه وبتعيط. الصفحات كلها اخدته والفيسبوك اتقلب. يعني انت برضه قلت لفظ برضه. طب انا هقول لك حاجه. يعني ايه بتفرفر وتعيط؟ هقول لك انا حاجه. الماتش بتاع الامارات، سوبر الاماراتي اللي احنا خسرنا فيه 3-2 بتاع ما كهربا كان معانا وضع ضربه جزاء. فاكرها. خلي الناس ترجع للماتش ده وتشوف مين السكور بتاع الماتش ده بتاع الاهلي وتسال اللعيبه في لعيبه عيطت الماتش ده ولا لا. في دليل اكتر من كده؟ لعيبه الاهلي عيطوا. في لعيبه عيطت في اوضه اللبس يعني. يعني عشان ما نخسرش، واحنا ما ينفعش نخسر، واحنا لازم نكسب، احنا ضاع مننا الدوري والكاس. في لعيب معيط.
من طب كتر ما هو مضغوط طب, يعني. طب معلش انا عايز اقول لك حاجه، انت دلوقتي خد بتلعب بالك انا اللي قال لي، عشان برضه لعيب منهم. ما انا عايز اقول لك حاجه، كنت لسه اسالك انت لعيب في نادي الزمالك، غيرت إيه، هو خلصت الماتش لعيب كان ودخلت في على اوضه نادي هو الزمالك؟ كان لعيب موجود في الوقت اه، ده، وقال لي قال لك في لعيبه قال لي عندنا في احنا الاهلي كانت بتعيط. الاوضه مولعه قبل الماتش عندنا، كنا لازم نكسب، وكان ماتش حياه وموت بالنسبه لنا، احنا كنا خسرنا كان حصلت مجزره في النادي، وكانت اللعيبه كلها كبيره بطلت كده مم. بنفس النص. لعيب في الاهلي بيحكي لك بيحكي قريب لي اللي منك. حصل، قال لي في لعيب كذا كذا عيط قبل الماتش ولازم نكسبه ولازم مش عارف ايه، من كتر ما هم مضغوطين. ما هو يا ابني برضه السنه دي ما كانوا كسبوش اي حاجه يا احمد، ما انا ما كسبوش عارف. الا البطوله دي بس. اه، خدنا احنا الدوري والكاس. خد بالك اللاعب اللي بيعيط ده هو من كتر المسؤوليه اللي محطوطه عليه. كان كابتن فرقه مثلا يعني. اه حاجه كده يعني. حاجه كبيره يعني في النادي الاهلي. لا هم لعيبه، بص لعيبه الاهلي كلهم ناس كبار، مم. مفيش حد من لعيبه الاهلي كبير وصغير. مم. يعني فالموضوع هو اللي خلاه يعيط بدافع حبه للنادي الاهلي، مش لو زي مش عارف برضه، مش عارف يكسبنا بقاله، مم. ولا عارف ياخد دوري ولا عارف ياخد كاس برضه، مم. ومضغوط انت فاهم قصدي؟ مم. يعني لو احنا كنا كسبنا الماتش ده، عايز اقول كنتوا لك حاجه، خدتوا كل حاجه لا ده خلاص. هو كان مثلا 70% اللعيبه الكبيره كلها كانت بطلت مم. في النادي الاهلي. وقتها. اه. ما خلاص بقى انت طلعت الموسم صفر، اه، والبطوله دي اللي حيتهم تاني بصراحه. كلامك مظبوط صح. انت فاهم؟ هو دايما النجاحات في الاهلي والزمالك بتتقاس بالبطولات، طبعا. مفيش بقى باي حاجه تانية. مش بقول لك كده، انا انت مش بعيب معيار في الاهلي والكلام ده، ما هي انا بقول لك واقع حصلت، حد من الاهلي حكاها لي. عشان كده انت قلت كده مع سهام. اه ندمان على كلمه مش متابع، لما انت بتقول بيقول لك شفت المنتخب بتاعه، قمت انت قايل له لا اصل انا مش لا ما متابع. قلتش كده امال انا شفتك. يا ابني، ما قلتش كده. بيقول لي انت بتتفرج على ماتشات الاهلي، على ماتشات وم- الزمالك، على ماتشات قلت منتخب منتخب مصر مصر. اه. في البطوله. قلت له انا بيبقى عندي تمرين في نفس التوقيت فبخلص بسرعه جدا والحق الماتش. قال لي طب مصر هتواجه بوركينا فاسو، فايه رايك؟ قلت له انا مش متابع المجموعه التانيه. فخدوا كلمه ايه مش متابع. مش متابع، ركبوها على ايه؟ على مصر، المصري اللي كان عامل معاه الحوار ده. المصري اعرف. انا بقول لك، احمد المصري. انا بقول لك يا ريته ما عمل. ليه يا عم؟ انا اخدت منه فلوس كتير الاعلان ده. طب مش شايفه بس ان هي اثرت عليك في المنتخب؟ يا ابني مش دي اللي كلمه اثرت مش يا حبيبي، متابع مش دي دي. اللي اثرت. ما انا قبلها كنت احسن فيرود في مصر وما رحتش البطوله الافريقيه. طب ليه كنت ما بستلم جائزه احسن فيرود في مصر، هم في الحفل في بتاع توزيع الحفله، وانا في بستلم الحفل. جائزه احسن، كنت جايب تقريبا 6 جوان، وكان في الفيرود اللي راح مجاني كان جاب جون. ما خدونيش. بص يا احمد، هي كان كانت مين المدرب ساعتها؟ كوبر، كانت نيه مبيت لنا طب ما ليه ما اروحش. خد، ما ليه بس؟ ما اعرفش والله، والله ما اعرف، لا انت عارف بس. والله العظيم ما اعرف. قالوا 100 حوار، قالوا اللي انا عشان مشيت من مصر، من ماتش مصر وانا. وانت مشيت. يا ابني مشيت بكررهم هم. انا اتخبطت، طلعت اروح رحت روح الاوتيل، المستشفى. رحت المستشفى. ما كان معايا داري محمد بتاع بيراميدز دلوقتي. اه. محمد قال لي الدنيا مقلوبه بره، مش هينفع اروح المستشفى، تعال روح الاوتيل على ما الدكتور يجي. مم. رحت الاوتيل وقعدت، هم جم ورقصوا وهيصوا ونطوا في الميه في من الاوتيل الفرحه بعد الفوز. وسلموا عليا والف سلام عليك يا حبيبي ومش عارف اه. ايه. الله، قعدوا يعملوا لك كده الف سلام بعد عليك. 15 يوم في فرحي اه. نزلوا الخبر تاني يوم. 15 يوم قال لك ايه بقى؟ قال لك باسم كان بيرقص في الفرح. طب ماشي. 15 يوم. طب ماشي بس عشان بس نكون احنا فاهمين، طب هم ليه يعملوا معاك كده؟ وانت على فكره السنه دي برضو مع عشان كان المنتخب. في حد متخانق مع حسام غالي في الناحيه الثانيه، فبعد حسام غالي من الاهلي، فجمهور الاهلي كان هينهم. فقال لك نبعد نجم من الزمالك بالظبط، ونجم من ده انا الاهلي. بقول لك ده اللي اتقال لي. ما اصل ما فيش اي مبرر انك انت تبعدني. اصلا انت كنت ماشي كويس معاهم، يا جيب ابني كنت جوان انا مع هداف المنتخب كنت انا وبتجيب اصلا جوان. هداف معاهم. اه. ايه الا ما هو انا ما مشيتش برضه. هتقول بس مش، ما هو انا ما مشيتش. اتظلمت. بص يا صاحبي، حاسس انا ان خد انت بالك انا اتظلمت. علاقتي بقت كويسه بالناس كلها، واحد ما انا فاهم. عارف، بس انت حاسس ان انت اتظلمت في الفتره دي. ظلمت طبعا يا ابني، ظلمت ظلم باين. بقول لك باخد جائزه احسن فرود في مصر، ما رحتش المنتخب بطوله الجابون. انت اصلا التصريح ده كان بعد البطوله مش اه. قبل البطوله. انت فاهم قصدي ولا لا؟ فاهم قصدك. ف يعني انت شايف بكلمه متابع ولا مش ما متابع؟ كنتش هروح. فاهم قصدي؟ بسبب ان هي الحسبه كده، عايزين نجم من الزمالك ما ناخدوش زي ما مش واخدين حسام غالي من كان متخانق بقى مع الكابتن اسامه نبيه وبتاع ومش عارف ايه، فهم يعني ايه، ما هو اتظلم برضه حسام. طبعا. بس انا يعني سامع. حد يقول حسام غالي ما راحش المنتخب في التوقيت ده؟ لا طبعا كان حسام كانت الفتره دي كان فايق جدا، بس انا عايز اقول لك حاجه، هو برضه فعلا قال لهم هاجموا وبتاع، انا مش هينفع اسلوب اللعب ده. بص يا صاحبي، انا ده هو يمكن هو طلع قال كده، هو صرح. بص كابتن حسام انا انا ما اخويا شفتش، يعني. بص انا ما شفتش الكلام ده، انا ما كنتش موجود معاهم. بس اللي انا عايز اقول لك عليه، احنا مغلوبين مم. او احنا متعادلين مثلا وعايزين نكسب، ما الطبيعي انا راجل كابتن الفرقه هقول يلا نضغط من قدام، يلا نهاجم، يلا نعمل مش عارف. كوبر ما عجبوش. هو كوبر ما بيحبش النجوم يا احمد. كوبر هو ما بيحبش اللعيبه الكبيره وعندها شخصيه. مم. هو عايز لعيبه يقعد معاه في الساونا
يمين يمين شمال شمال. يقعد معاه في الساونا ازاي ما معلش؟ احنا بعد كل ماتش مع كوبر ده بنعمل ايه؟ كل تمرين اه يدخل يقعد مثلا بتاع نص ساعه في الساونا، اه يسيبك تتكلم ويسيبني نتكلم ويسيبني نتكلم ويسيب ده يتكلم، ويحلل شخصيات. ويقعد يسمع اللعيبه وتتكلم جدع. كل يوم، بعد التمرين في الساونا. كل يوم بعد التمرين في الساونا حوالي نص ساعه. مم. يدخل اول واحد يخرج اخر واحد، وشوف شخصيتك بتقول ايه، وشوف ده بس كان ذكي جدا خد بالك. طب هو بيفهم عربي؟ محمود فايز بيترجم. اه ما انا لازم افهم ده بقى. محمود فايز بيدخل معاه اه بيدخل معاه الساونا. الساونا. والله العظيم و... اجباري. اه والله. الساونا كانت اجباري على كل الناس. اه والناس كلها تتكلم والكابتن محمود فايز يترجم وهو ياخد تحليل بيانات داتا. جدع. اه طب وانت كنت بتقول ايه في الساونا؟ انا ما كنتش، انا هقول لك كنت لاعب صغير اصلا يعني. انا كنت لعيب مع قاعد جنب لعيبه جامده برضو كان مين بقى بس معاك في المنتخب في الفتره دي؟ يعني انت بتقول كنت انا صغير وكان معايا مش لعيبه جامده. صغير. انا كنت صغير في السن يعني، ما مش انا صغير عارف، لا في. انت كنت نجم من نجوم انت منتخب فاهم، في بس الفتره انا كنت دي. صغير في السن فبرضه ايه. يا باشا انت الفتره دي انت نجم مصر. لا مش عن النجوم، انت بص. لا انت مش بص قصدي والله خلينا بس العظيم. واقعيين بس عشان انا على فكره هي الناس عارفه ان انا ما بجاملش يعني. انت الفتره دي فترتك. بس والله ما هو كنت بقى. لعيب الكوره ليه فترات. انت والله الفتره دي العظيم. كنت ما شاء الله باسم سرعه بس الصاروخ برضه يعني. عايز اقول لك حاجه، انا ما كنتش برضه في دماغي. كنت لاعب معايا برضه مع لعيبه كبيره، مثلا ما اكون معايا مثلا حسام غالي مثلا، هو لعيب تاريخ قبلي طب بكتير. انا لعبت معاه طبعا. انت فاهم. كان معانا مثلا مين في الساونا؟ لا انا عايزك تركز لي على الساونا. كله الساونا. كان كله بيدخل الساونا. والله العظيم كله. وكله كان بيتكلم. طارق وابراهيم صلاح، وكان عمرو جمال، اه وكان الشناوي احمد. باك احمد. اللعيبه وكان حازم امام، مم. وكان مش عارف وليد سليمان ولا مين، مش عارف. كان لعيبه كتير. اجباري في الساونا. اجباري. اه دول يطلعوا دول يدخلوا، دول يطلعوا دول وهو ما يدخلوا. ما بيخرجش. بيخرجش قاعد. اقسم بالله قاعد. كان ذكي صايع. اه لا ذكي جدا. بيحلل بقى الشخصيات. مم. عارف، هو الحاجه الوحيده اللي انا قلتها، طبعا انا كنت صغير في السن فما كنتش مترجم واعي. اه فهو بيسالني سؤال، بيقول لي انت رحت الزمالك ازاي بقى ومش عارفه ايه. تمام. قلت له انا رحت الزمالك كنت انا لعيب مش جامد، مش ما كنتش رايح يعني رقم واحد، انا كنت رايح رقم اربعه. انا فاكر فعلا كان أنت فاهم؟ قبليك احمد علي وخالد قمر وعبد الله السيد. وعبد الله السيد. فقلت له لحد اللحظه، لحد بدات اتعب واشتغل واتعب وكده، لحد ما بقيت رقم واحد. قال عمل لي كده، قال رقم واحد. فخد الكلمه دي عليا. اه ان خدها مثلا ان هي مثلا بغرور او جدع. حاجه. اللي انا بقول دلوقتي انا بقيت رقم واحد. طب ما انت فعلا كنت رقم واحد. ما هو انا بتكلم بحسن نيه. هو عليه حسابات تانية. اه هو خلي بالك هو عايز لعيب احمد تكون متواضعه جدا. بس انا مش قصدي حاجه. امم هو انا يعني في الوقت ده اكيد كنت شايف نفسي. طبعا كنت مثلا طبعا صغير، مثلا ما كملتش من طبعا 24 سنه 23 سنه. طبعا فبرضه انت فاهم. شايف فجأة. اللي انا عملته ده حاجه كويسه. اللي انا برضه كنت رقم اربعه وبقيت رقم واحد في نادي الزمالك لا انت ما دلوقتي. بقتش رقم واحد في الزمالك. انت السنه دي كنت رايح رقم اربعه في نادي الزمالك. ايوه كنت بقيت جاي من رقم واحد. الانتاج وجايب برضه كنت جايب جون مع الانتاج. انا كنا كنت هداف شايفينك. الدوري. كنا شايفينك وانا اه. ومش عارف كنت جايب 11 جون. كنت ماشي برضه بطريقه كويسه جدا. انا باسم مع الانتاج. طبعا. رحت لا انا قبل ما اروح الزمالك اصلا رحت منتخب مصر مع كابتن غريب ما انا عارف. وجبت جون. ما انا فاكر كنت بشعرك ساعتها. ايوه. ما انا فاكر. بعدين انت رحت نادي الزمالك كنت رقم اربعه في بدايه السنه. كنت رقم اربعه فنشت السنه نجم مصر. ايوه دي حقيقة. رقم واحد في مصر. فهو بقى اخدها لما انت بتقول له انا رقم واحد. اخدها بقى التكبر تعالي بالظبط شايف كده. نفسك. بس هو ذكي خد بالك. انا اقول لك حاجه، انا انبسطت اني اشتغلت معاه منظم. جد. يا لهوي. لا والله. يا لهوي منظم جدا وبيهتم بقى، مش بقى من التفاصيل، التفاصيل. بس هو دفاعي بس اسلوبه احنا دفاعي. مش دفاعي. احنا في الوقت ده ما كانش ينفع معانا الا ده. امم يعني انت مأيده. طبعا 100%. يا ابني وصلنا كاس عالم ووصلنا نهائي افريقيا. مم. ما يدوش ازاي. صح كلامك صح. ما يدوش بس ازاي. دايما انا بس بس انا لما رحت كاس العالم بقى كنت لازم اغير السيستم شويه. مم. فاهم قصدي. فاهمك. اصل انا كده كده هخسر. كلامك ليه بتقول كده بس؟ يعني انا كده كده في كاس طب العالم. احنا باسم امتى؟ لا هقول لك ليه في كاس العالم. انا بس النقطه دي بتضايقني اما جدا. يبقى عندك اللعيبه اللي عندك دلوقتي، مم. عندك كذا لعيب في اوروبا، عندك لعيبه في مانشستر سيتي، عندك الفرق اللي انت كذا لعيب هتلاعبها. فين؟ كذا لعيب. لا انت عندك صلاح ومصطفى صلاح مصطفى ومرموش. ما هو الناس لما بتقابل ناس مثلا في كاس عالم ولا حاجه عارفينك هيبقى عارفينك، عاملين لك حساب. في دي عندك حق. غير دلوقتي. مم. غير زمان.
انت فاهم؟ فاهم قصدك. طب احنا امتى يا باسم لما نروح كاس العالم نقول، لان الجمهور بيهتم جدا بالنقطه دي، وحتى يمكن دلوقتي يا كابتن مش عارفين لما نروح كاس العالم مع كابتن حسام هنعمل ايه. امتى لما نروح كاس العالم نلعب زي المغرب كده؟ اما يبقى عندك مدرب جامد مم. قوي. مم. يعني الموضوع مش في اللعيبه. موضوع في اللعيبه، بس انت دلوقتي عندك كواليتي لعيبه، كواليتي محترم. انت بقى كابتن حسام مدرب كويس جدا طب وصعدك كاس عالم وماشي كويس مع وماشي كويس، المنتخب بس لو وماشي كويس. لعبت منتخبات قويه مم. هتتكشف. طب انت ليه بتقول كده واحنا لسه ما لعبناش حد يا برضه من ابني المنتخبات عشان القويه؟ انا اتمرنت وشفت وعارف انا بقول لك ايه. مم. انا صاحبي، احنا مثلا لما لعبنا البطوله اللي كانت فيها كرواتيا دي، اه. اتعمل فينا ايه؟ هم ليفل اعلى مننا طب ما طبعا. هو ده بقى اللي انا بقول لك عليه. مم. انت عشان تجاري الليفل ده لازم تبقى انت عندك سيستم لعب محترم، مم. عندك اسلوب لعب اوروبي زي ما الناس بتقول، اه. تعرف تجاري الناس دي، تعرف تقفل عليهم ازاي، تضايق مساحتك ازاي، ما يبصوش في العمق ازاي. صح. انت فاهم؟ لكن احنا هنا هنبقى كويسين اول، ممكن نوصل لافريقيا عادي، قبل نهائي في عادي. الامم. عادي في أنا بقول لك، الامم. اه اه. سهل توصل، مش صعب. مم. لكن هتروح لليفل تاني، حاجه تانية. حاجه تانية مم. خالص. بقول لك يا حاسم، مين اكتر مدرب وقف جنب باسم مرسي في مسيرته بقى؟ وقف جنبك حسيت ان هو يعني ربنا بعته لك ان هو يقف جنبك يساعدك ينصحك يزقك يديك بوش؟ مين؟ مفيش ولا اي حد. ولا مدرب عمل معايا كده، اه. ولا مدرب. هو الوحيد اللي كان معايا كويس مم. فيريرا. يعني انا باسم بسألك دايما كل الاسئله اي على اي مدرب تقول لي فيريرا. مفيش حد وقف في ظهر باسم مرسي غير فيريرا. طب وليه يا باسم كده؟ مفيش، هو ما فيش هقول لك فيه بالعافيه، اللي كان بقف جنبي ربنا وانا، مم. بس مفيش حد بقف جنبي. طب انت شايف العيب فيك ولا في المدربين؟ بص احمد، هو العيب مش فيا انا، العيب اللي انا ما بعرفش اميز. مم. اللي راح مدرب اقول له يا عالمي يا يعني انت كابتن شايف مصر يا عم. المدربين في مصر بيبقوا طبعا، عايزين الحته وانت دي؟ انا اللي هقول لك، ما انت عارف. لا انا عارف بس الناس ما تعرفش. وانا ايوه. بتكلم معاك دلوقتي احنا قاعدين قعدتنا انا هي بقول لك يا بس صاحبي، الناس ما لازم تعرف. انا بقول يعني انت لك شايف المدربين بتوع المدربين. مصر بيحبوا اللعيبه اللي لسانها حلو، امم. بيحبوا اللعيبه اللي المدرب صح غلط، اه صح يا كابتن صدق، انت بتتكلم صح، صدق انت، انا ما بعرفش اعمل كده، وما عنديش الجرأه لو اروح للمدرب انت بتتكلم غلط ما اقولوش انت بتتكلم غلط، بس ما اكلمش، ماليش دعوه. فاهم قصدي؟ فاهمك. بس ما اروحش اقول له بقى والنبي لعبني كابتن بقى انا عايزك تقف جنبك، كابتن مصر بقى عايزك انت اللي تعملني وانت اللي تسوي لي وانت، اطلع بقى على ايدك كده بقى انت يا باشا زي ما انت شفتني، انت كنت بتقول له روح اتكلم مع فلان، اقول لك يا باشا انا مش هتكلم. اه والله بجد فعلا. انا اللي بيلعب ويقعد ربنا سبحانه وتعالى، طول ما انا بشتغل وبعمل اللي عليا ممكن ما تجيليش هنا، بس تجيلي في حته تانية خالص، امم. ممكن ما تجيليش في كوره اصلا، صح. بس ربنا معوضك في حاجه تانية. فاهم؟ فهمت. فانا ما حدش يقف جنبي والله، ربنا سبحانه وتعالى بس اللي يقف بس جنبي بس. اخر حاجه يا حاسم قبل ما اختم معاك، طموحك ايه الفتره الجايه وعايز باسم مرسي يبقى في انهي حته الفتره الجايه انت؟ والله يا احمد، انا مش محتاج اثبت حاجه لحد، ده شيء مفروغ منه. عارف اللي هو ايه، ده انا شيء بلعب مفروغ منه كوره انت مش عشان محتاج. انا لسه عايز العب كوره، حابب ان انا اكمل في الكوره، بس انا مش وصلت لمرحله مش محتاج اثبت حاجه لحد، اللي انا جامد ولا انا عندي دوافع ولا انا لا. يا ابني انت جايب 74 جول في الدوري تثبت ايه؟ لا يعني عارف اللي انا عايز اقول لك ايه، انت لا تعرف انا كام في لعيب مسيرتي خد بالك، انا في مسيرتي جايب كام جون، لا انا بتكلم حوالي 117 جون. انا بتكلم في الدوري. انا كان نفسي يا باسم، انا كان نفسي ودايما كنت بتكلم معاك في الموضوع ده، ان انت ربنا يوفقك وتكمل بس توصل لل100. لان انت عارف كام لعيب في مصر معدي ال100 هدف؟ قليلين جدا. والله يا احمد انا عايز اقول لك على حاجه برضو هو في الموضوع توفيق ده، سبحان الله. الموضوع ده ما لا انا عشان بحب انا باسم، انا فاهم عشان انا بحب باسم فاهم. وشايف ان باسم لا ما كموهبه. هو هيكنسلوا اسمي، ايه؟ مش هيقولوا اسمي لا والله بهزر. لا مفيش الكلام ده. يعني هو الاعلام انا دلوقتي بيقول لي انا جايب 74 جون، بيعدوني مع الناس مثلا اللي جايبين ده، بيعدوا ناس وما بيعدونيش يا ابني. طب ليه؟ اعلام زملكاوي ولا اهلاوي؟ ما اعرفش بقى، ناس بشوفها بدون ذكر ما لا نذكر بس انا اسمها. دايما لما بفتح قناه الزمالك بلاقيهم لا بيتكلموا قناه عليك الزمالك لا كويس، كان، حاطينك في يا وضعك ابني انا الهداف الطبيعي. التاريخي رقم 15 على مر التاريخ في طب ما الزمالك. انا بتكلم في كده ايوه فانا. الزمالك دي، ده الزمالك ده انا، اه. الزمالك ده انا، يعني انا فاهم. والزمالك عارف اللي هو ايه، يعني واحد بيتك واحد بيتك. بيتي انا يعني. كان نفسي انا كتقييمي ليك انت اخويا يا وحبيبي، احمد كقيمه باسم مرسي كموهبه،
كموهبه والله العظيم، بغض النظر عن انك يعني مريت بازمات وخلافات والكره كلها كده. انا كان نفسي الموهبه دي، المهاجم القناص ده، اللي هم مش كتير في على مر التاريخ. يعني انت مثلا تيجي مثلا تشوف في الاهلي مين يجي في دماغك؟ مين في المهاجمين في النادي الاهلي؟ عماد متعب. يجي مثلا في دماغك عبد الحليم علي، باسم مرسي، عمرو هو انا زكي. شفت الكابتن عماد متعب ده شرف ليا، خد بالك. ده شرف ليا كبير. انا طبعا جاب كام جون في الدوري؟ والله انا ما اعرفش جايب كام جون. 75 جون، اكتر مني بجون واحد. انا بقول لك، ما هو انتوا متقيمين مع بعض، ما انا انت في بقول نفس لك، انا الحته بس بقول بالنسبه لك، لي. بس اللي انا بيفرق والله ما اعرف هو جايب اللي كام جون، بس انت 75 بالنسبه لي في جون، نفس المنطقه. 75 جون. بس تعرف اللي فرق مع كابتن عماد متعب ايه؟ ايه بقى؟ انه واخد بطولات كتيره، طبعا. انه لاعب منتخب اكتر. واخد افريقيا ما انا مع بقول الكابتن لك حسن اهو، ما انا شحاته. بقول لك لو لاعب منتخب خد بطولات اكتر، مم. بس على عدد الاجوان مم. في الدوري مثلا، مم. وهو لعب ما اكتر عداش خد ال100. بالك، هو لا هو جاب 75 جون، انا عارف انا بقول لك ما انا ايه. بقول. وهو لعب اكتر مني بكتير. مم. انت فاهم ما هو طبعا قصدي؟ لعب اكتر منك اه. ف الحمد لله ما حد يجي يقول لي بس انت يا اخي مش عارف، اقول له اه والله صح، بس انا عارف لو كنت ركزت شويه كنت ممكن اجيب مثلا 200 جون. والله باسم فعلا، انا لما بتكلم حتى مع الناس يقول لك باسم، انا عايز بقى يعني اختم معاك بالسؤال ده، لان ناس كتير جدا لما بنزل صورة معاك بلاقي تعليقات لا تتخيلها، وانا عارف انت ما عندكش فيسبوك. نصها شتيمه ونصها مدح. لا لا والله العظيم مش موضوع شتيمة. ما انا بقول لك فيها بتشتم وفيها لا لا بتدافع. والله، مش ده في اي حد، الناس مش اعمل كده بس. الناس مش هتتفق على حد، ده ربنا سبحانه وتعالى ما اتفقوش عليه. انا بتكلم في الاسئله اللي بتيجي، والله احنا زعلانين عليه، كان ممكن يوصل لحته ابعد من كده، ظلم نفسه. دي التعليقات اللي ايوه دي بتيجي. ناس بتبقى عارف يا احمد ليا برضو مش برضو انا في مكان يا احمد كويسه، انا وصلت لمرحله كويسه. لا انت وصلت عارف لمرحله كنت كويسه ممكن اروح اكتر من كده، اه كنت ممكن اروح عشان اكتر من انت كده. موهبتك تسمح يا باسم. ماشي، بس هي الظروف ما خدمتش، القرارات برضو غلط. قرر ما ان انت تمشي من قرار نادي طبعا الزمالك. طبعا ده اكبر قرار، لكن انا كل الانديه اللي لعبت فيها مثلا مشيت فيها كويس جدا. الانديه اللي انا ما حبيتهاش ما جيتش فيها جوان اصلا. مم. سموحه ده ما قعدش فيه شهرين ومشيت. ما حبيتش النادي. لا ما حبيتوش طبعا. بسبب المدربين ولا بسبب لا الاجواء بتاعت النادي ذات نفسها ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لي. مم. الاجواء النادي مش كويسه. يا ابني بتاع الشاي بيوصل لراس نادي الكلام. طب ما اوضه ده في اللبس كل طب ما ده في كل على نادي. الهوا. طب ما ده في كل نادي، ما طب احنا طب ما احنا ودي. في البنك كنا على الهوا برضه. لا انا ما اعرفش، والله ما اعرف البنك ده، اقسم بالله انا اسمع بس عايز أقول حاجه. انت ارتحت في البنك. انا بحب الناس خلاص بصراحه، تمام. انا بحب اللي هو ايمن والاستاذ محمد عاملين دول ناس محترمه، طب وانا بحبهم. ماشي، دي وجهة نظرك وتحترم، مفيش مشكلة. بس يعني انت حاسس انت وانت في سموحة كل حاجة على الهوا، كل حاجة على واي الهوا في سموحة. فاي. ايه؟ والله العظيم. حتى بتاع الشاي والله العظيم بيخش لك بتاع الشاي. بيخش لك والسماعة في تحت في والله البتاع. العظيم بتاع الشاي. انا طبعا انا طبعا كل ما حد بص، كنت بقعد مثلا كل ما الراجل يجي، انا بتكلم في موضوع عاديه جدا. طب الملاعب فين بقى؟ النادي مش عارفه ايه، الدنيا كويسه هنا مش عارفه ايه. لا واحد يعملني ازاي؟ قسما بالله. هموت والله. اقول له يا ابني جنبي في ايه؟ اه. يقول لي بتاع الشاي. اقول له ماله بتاع الشاي؟ بيوصل كلام. بوصل كلام لمين؟ بيقول لي الاوضه اللي فوق، الاوضه اللي فوق اللي بيقعدوا فيها. اقسم بالله العظيم. طبعا انا عارف اللي هو ايه. ليه؟ يعني ليه واحنا بنقول ايه اصلا؟ يعني بقول له اديني شاي مثلا، اه. تحطوا لي السكر مش عارف اه. ايه. اه. الاقي مثلا عامل جاي عادي، يعني الماتش جاب عندنا مين وبتاع، الاقي واحده من ازاي. اقول له في ايه ده؟ في ايه يا ابني؟ يقول لي ما تتكلمش قدام العامل الفلاني. اه. اقول له ليه؟ يقول لي بيوصل للاوضه اللي فوق. يا دي السنه السوداء يا جدعان. اقسم بالله العظيم. موتني والله يا والله باسم، ما قادر العظيم والله من والله لا اقول لك حاجه. انا كنت بتفاجئ. طب خد دي المفاجاه. قول. كان معانا لعيب اه. كل شويه يقوم من هنا يقعد جنب احمد ياسر، اه. يقوم جنب احمد ياسر يقعد جنب فلان. جه جنبي العصفورة. بص لقيت برضه نفس اللاعب مش ينفع اقول اسمه. اه. اقول له ايه يا ابني؟ ليه ما تتكلمش قدام اللاعب الفلاني؟ ليه واحد في الاوضه اللي فوق بس برضه. اللي كانت موتني. هي الاوضه اللي فوق دي ايه يا ابني؟ ما قعدتش شهرين مش بعتني الناس كلها. لا ما كل واحد ليه واحد. اه. كل واحد ليه في اوضه فوق كده معروفه، اه. بيبلغوا بقى الكلام ده اه. لبعض. يعني ده اكتر اللي يجيب نادي، اخبار اسرع. ده اكتر لا نادي لا انت لا ما مش ارتحتش مش فيه. مش يعني عارف، مش مرتحتش انا، ما طولتش فيه. امم ما انت عشان ما ارتحتش. ايوه ما ارتحش، ما طولتش فيه. عملت خناقه الشهيره مع كابتن حسام. امم انت فاهم؟ امم بس
كابتن حسام طلع ما شاء الله، قال لك احسن نادي اشتغلت فيه سموحه. سموحه، احسن رئيس نادي اشتغلت ما معاه. قالش المصري. لا قال وقتها كده في مؤتمر، وقتها على حسب مم. كنت معاه قبلها في النادي مم. بسنتين في حتة تانية. اه. قال لك فلان الفلاني العصير بتاعه مضروب. ده قبل ما يروح له ولا بعد؟ قبل. وبعدين راح له ها. وبعدين راح له والله. لا انا شفت في كرة العجل لا احنا شفنا كتير في والله الكوره العظيم. وخلي بالك الناس ما تعرفش كواليس كتير قوي. بس خد بالك، شوف انا اقول لك الناس ما حاجه، تعرفش كواليس. على رغم اختلافي مع الكابتن حسام حسن، انت اختلفت معاه في سموحه. اتخانقنا بس والله العظيم انا بحبه هو كابتن حسام والله وبحب شخصيه. الكابتن ابراهيم، بس كابتن هما حسام انا كانت في فتره شايل منهم جدا. ليه بقى؟ كنا نقابل بعض في الماتشات، يا نهار اسود. مم. كنت انت في الزمالك؟ كنت انا لا في سيراميكا، وهو في ماسك ماسك مين؟ مصري اكيد اه. ماسك الاتحاد. مسك الاتحاد الكابتن. اللعيبه طبعا في اوضه اللبس، اللي بقى بتقول لي كان بيجي على اسمك هو انت عارف بحط اللعيبه اللي هو هنلعب اللي هيلعب قدامنا اللي كذا. هيلعب قدامنا كذا باسم ولا مرسي. ما اقولش، بس بقول لك اللعيب رقم 9 ده اه. ده يقعد بقى فاهم. امم. فطب تعرف ان احنا كنا اصحاب فبنقول لبعض يعني. فبنتكلم بعد الماتش نقول لبعض. مره كنا بنلعبه برضه في استاد المقاولين، مم. فالكره طلعت اوت، فقلت له والله العظيم يا كابتن والله العظيم يا كابتن ما عليا الحكم، اه. وفعلا ما كانتش عليا. اه. راح بص لي وقال لي والله العظيم، والله العظيم يا كافر. قال لك كده والله. اقسم بالله العظيم، والله العظيم انا خد بالك، انا بضحك. قلت له خد بالك يا كابتن، انا بحبك. انا بحبك وعندي استعداد ان انا ارد عليك اه. اصعب من اللي انت قلته، بس انا مش هرد عليك. طب انت تعرف يا باسم، انا عايز اقول لك حاجه. من اطيب الناس اللي انا اتعاملت معاها في الكوره الكابتن حسام، بس اللي يفهمه. بس بره الملعب، هو جوه الملعب، هو جوه الملعب عصبي. هو بره هو الملعب جوه حته الملعب سكره، عصبي. هو جوه الملعب عصبي. جوه الملعب لكن بره الملعب من اطيب الناس اللي اتعاملت معاها. واقول لك حاجه بقى، واضح. ما يجيش ينافقك، بس ما انت مش معايا، امشي امشي. ايوه كان بيعمل كده انت فعلا. فاهم قصدي؟ لا انت معايا الماتش الجاي. هو من الاخر الكابتن حسام مش همه حد. مش ودي همه دي حد. ميزه كويسه. معلش، حد في الاداره هو شايفه مثلا في حاجه غلط يقول له انت غلط. رئيس النادي يقول له انت غلط. مش من النوع بقى اللي هو لا هو برضه ما بيميزش للادارات. يعني هو ما فاهم، هو واضح واضح شوية. واضح. بس هو كابتن ابراهيم والله خد بالك برضه كابتن طيب ابراهيم قوي، دمه عسل. خفيف خد بالك. كابتن ابراهيم هما كويسين، بس هو في الملعب عصبيين. لا عصبيين جدا، عصبيين. ما ينفعش مع بعض خالص. مم. والله العظيم. مم. مره بقى الحصل، عارف ايه سبب المشكله بتاعت سموحه؟ ايه المشكله؟ نزلني اخر 5 دقايق، مم. كل شويه يا باسم بينادي عليا. طب يا وبينادي حول عليك الله يا ليه؟ رب. ما اعرفش، انا لسه نازل احمد الحكم هيصفر، بينادوا عليك. يا دوبك لمست كوره عاليه بدماغي. اه. يا هو كابتن حسام بيقعد يتكلم كتير في الملعب، ممكن اصلا يكون بيقعد ينادي، بيكلمك بيقعد وما يطلع ينادي. بره الملعب ما يكونش اصلا بينادي لك انت. اه. اخر ما نزلت رحت رايح قلت له كابتن انت عايز ايه؟ والماتش شغال. والماتش شغال، قلت له كابتن انا لسه نازل، انا ما لحقتش العب. قال لك ايه؟ قال له الحق يا ابراهيم ده بيرد عليا. ومن هنا بدات بقى ومن هنا بدأ الخناقه. لا بس مش دي، انا ما قلتوش حاجه، انا قلت على بمنتهى الادب. فاهم قصدي؟ ما عجبوش بس دخل ردك، جوه ما عجبوش بقى، رد فعلك. لا هو دخل جوه ما يعني قال كلام بس يعني فاهم خلاص مش خلاص انت زي عديت ربنا الفتره يكرمه دي، وبتاع، وربنا فاهم؟ يوفقه الفتره الجايه مع المنتخب. والكابتن حسام من الشخصيات المحترمه اللي انا لا بحبها انا خد بالك على بره مستوى الكوره انا الشخصي. بحبه. لا هو اصلا كابتن حسام يعني مثل اعلى لنا كلنا يعني لا كمهاجمين كنا بنطلع على الكابتن حسام حسن يعني. طبعا اتعلمنا منه كتير فهو يا باسم. الكابتن حسام اتعلمنا منه كتير. ربنا رب يوفقه مع المنتخب. في اي حاجه عايز تقولها قبل ما اختم معاك للناس؟ يعني عايز تقول انا اي جاي حاجه؟ اقعد معاك شويه، عملنا القعده الجميله دي، فضفضنا شويه فضفضه من القلب. والله من القلب. كل الكلام اللي انت قلته طالع من والله قلبك. والله من القلب. لان احنا قاعدين كده قعده اخوات وانت عارفه باسم معزتك عندي. حبيبي يا أحمد. فانا قلت كده اعمل حاجه مع حبايبي، لان الناس يعني بتحب تعرف خد بالك هي حلوه كواليس قوي، خد وبتعرف بالك انا حاجات. عايز أقول لك هي حلوه قوي، عجباني ليه بقى؟ ليه بقى؟ عشان عارف انت ايه، هو مش هو قاعده فضفضه اللي هي اه ايه، مش بقى بودكاست بقى لا واللي لا طالع لا، الفاهم. ولا في مايكات ولا في بتاع. احنا قاعدين قاعدين كده قاعده حلوه، بسيطه. فاهم؟ بنتكلم في مواقف مرت بيها وانت مريت بيها، بالظبط. ففكره حلوه،
ربنا مؤقتا على ما ايه نرجع تاني للكوره، عادي احنا يعني. في فترة اجازة كده ونرجع ان شاء الله. بالظبط كده. حبيبي باسم، انا مبسوط ان انت كنت معايا ونورتني حبيبي يا وشرفتني في احمد. بيتي وانت اخويا وعارف معزتي عندك، يعني يمكن انا حبيبي الله طلعت من يخليك. الكورة بناس قليلة جدا، انت عارف ان انت حبيبي واحد منهم حبيبي يا يعني. احمد، ربنا يخليك حبيبي يا والله. باسم، ربنا يكرمك ويوفقك في تجربتك الجاية في يا رب الدوري يا حبيبي. الليبي، وانا عندي ثقة في ربنا سبحانه وتعالى ان انت هتكسر الدنيا في الدوري ان الليبي، شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله هداف الدوري في الدوري الليبي باذن يا الله. رب ان شاء الله يا ربنا حبيبي. يوفقك يا باسم. اتبسطت كنت معاك يا حبيبي. حبيبي يا باسم، انا اللي حبيبي يا اتبسطت. احمد. ماشي يا حبيب قلبي، ربنا يوفقك يا حبيبي.